اتفضل. من خلف الآن إلى تيرس وبعد سيد عبد السلام. استاذ ادريس ابدا، تفضل. استاذ جرماي، تفضل استاذ جرماي. اوكي. اولا مساء الخير. ريكوردين رسعها غيتخون لا دحانا لا فكرنا لا فكر كان لها لا خوليو مجمرتا كل خاتكم ابزي ابزوم بمسانا بسكرين زلهم كم اون اب مراخبي بزحان زكتاتلنا زلو بمجمرتا رمضان كريم كم اون انقعني عبي صوم صمر بعا ابقى عنا يبل متحقفنا بزرق خا كلتي اتوم صوماتنا بحنساب تحواقفهم مسيومنا له صبوق مجمارن صبوق موداء يقبرلنا كابز قصيلنا لو مشيت مسانا زمسي حونا ادريس همد أقداسي زعبا حيزو مسيلو بزحات كل جزية قداينا أبحاد باكج حزنايو زي مخاد ناقد محجي توسعناينا نسخة أنتايو دحرنا صرنا سنتاينا نقبر زبل كم عب حتو حزنايو سلازي كدنا بقون حزبنا نفسنا سلازي تعاتقنا أددا وحيلاتاتن أددا نفسهم سريعهم دحرنا صرنا انتاي كقبرو كم زلوهم أصبقهم سلسرحلو سورا حد عمامو كعوتن كله جن متكلاتو جن كي تعوت تريفو سقاب حجي خان قال سياد داري قولون هزب إرترا سلازي كل جزية أبقال سنة حجي كافتز حالفة تماهرنا تراي نسرعات نملقاس لي كنا كنت المسلم لنا قلنا مسؤولين كتتا دحر سرعات ملقاس انت اينا خنقبل اينا كنقدمينا اينا خنا دحر اينا تحايلتات كميجيرهم تحواقفهم قالوا سيخلوا زبل اذا كله حزنا يخن كيدي قبعنا مخنياتو كوم زي مقبارنا تمال استابيلنا كلنا بزح غزيه وين حجي تسمعي خاص كقدم زين نقبر دحرايتي نركبوا زبال كوم زبال قدم حجي سلاسترخبنا له كم خنبل أيقبأنا تايدا كله بحبار حزنا يخن كيد علنا كله قدام النتاتنا وقادات زعبة قدام النتاتنا دحر تسرعات ملقاس لازمس حجوين انتخون النات زرارنا لهم كيد علنا بخمي بيلنا نحلف مساقاقر منقست انتايك مسلالو اتوم ابو كساتفوز لحالتات كميز امسريوم وكلهم حالتات كوان تخونوا ግን እዚ ኩሉ እናተዘራረብናሉ እናፈለጥና እንተዳኺልና صباح قطتا حدا نجر مسودانا حدا عمام مسودانا اندقينا كي تدناقرنا قاليهم كي منطلنا ابتي عمامنا كن اتو نخل سلازي يعني عبي تقداس النتعلو ازي يخون مسؤوطة تحيز مسك على بزح نقرات له مخنياتو ملقاس ناي سلطان نحنا منطرب ايتان بزح نزي نعنا زملكتنا حزبنا زملكتهم نقراتن قطع كبر زلو نابران من بارنا موداتو نابزن مبصحت فزخونه كلهم زم نابز زبصحنا من قدتات انداد حسسنا يومن انا خلطنا يومن انا تمهرنا لومن زمهرون ترخيبنا خا انا تمهرنا توم مهارت خا انا مهارون كخدو ناي قدن ايو كاين وحكو خبز غسيله طبعا مساء الخير للحضور هنا معنا في الغرفة على الشاشة وأيضا للمتابعين في منصات التواصل الاجتماعي. أولا نهنئكم بقدوم شهر رمضان ثم الصوم الكبير صوم الأربعين بالنسبة للمسيحيين وأيضا رمضان كريم بالنسبة للمسلمين وهذه كانت يعني فاتحة جيدة هذه العام أنه يأتي كلا المناسبتين الديانتين في يوم واحد متعانقتين وهذا إن شاء الله أن يكون يعني فاتحة لتعانق الشعب الإريتري كما كان يتعانق من قبل. فاليوم طبعا سوف يكون في هذه الأمسية يقدم لنا محاضرة بعنوان
الحكومة الانتقالية. الحقيقة نحن طبعا دائما تعودنا منذ فترة الكفاح المسلح يعني للشيء الموجود أمامنا فقط يعني نركز كل اهتماماتنا فيه، والآخرين يركزوا لما بعد المهمة الأولى، فبالتالي نطلع من الحمص، يعني من المولد بدون حمص. يعني أن الثورة بعد أهدافها ينتصر، لكن مبادئها لا تنتصر، ألا وهي مبادئها هي تأمين الوحدة الوطنية، بناء الدولة وبناء الأمة، وأيضا تأكيد العيش الكريم لأفراد الشعب الإريتري. إذا هذا هو الهدف، وبالتالي نحن يجب أن نأخذ يعني في كل الأشياء، يعني أدوات النضال والنضال يجب أن نستخدمها كلها في آن واحد. يجب أن لا نترك يعني شيء ونركز في شيء واحد، فبالتالي نسرق كما تم سرق يعني ثمار الثورة أو نضالات الشعب الإريتري. فبالتالي اليوم صحيح الموضوع هو يعني مرتبط ما بعد زوال النظام، لكن يجب أن نفهم ماذا نعمل، لأنه يعني الفرصة ليس هي مواتية أن ننتظر أن نتدارس وأن نتفاكر بعد أو نعلم شعبنا أو نتعلم أو من معلمينا ماذا نفعل ما بعد زوال النظام. هذا يجب أن نتداركه وأن نتدارسه منذ اليوم، فبالتالي غدا سوف لا يتم ما تم يعني من قبل، أي سوف نلدغ من الجحر مرتين. فبالتالي هذه هي مهمة، سواء كانت يعني الحكومة الانتقالية كيف تكون، ما هو شكلها، ما هي القوى السياسية التي تقود هذه الحكومة، وكيف توصلنا بعد ذلك إلى المرحلة الأخرى، مرحلة الحكومة أو الحكومة الدستورية. كل هذه المسائل يعني يجب أن نأخذها مع بعض مع عملنا لإزالة النظام. هذه أيضا هي مهمة جدا، لأنه هي في النهاية هي أهدافنا النهائية، هي أن نعمل هذه الأشياء للوصول إلى الهدف النهائي اللي هو العيش الكريم للشعب، لضمان العيش الكريم للشعب الإريتري، ثم أن يقوم بدوره للحاق بركب الأمم التي سبقته، وأن يلعب دوره كأمة، وأن يلعب دوره كحكومة، سواء كان على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم. فهذا الموضوع هو مواضيع مهمة جدا، لأنه هذه نضالنا ليس له يعني كله مرتبط ببعضه البعض، ليس يعني هذه هي فقط ممكن تأتي في المرتبة الأولى، أي اليوم نعمل هكذا هذه النقطة وغدا هذه النقطة، ولكن ليس هذه هي الأولوية وهذه هي الثانوية وهذه هي يعني الدرجة الثالثة. يجب أن لا نرى المسائل بهذه الطريقة، لأنه في الفترة اللي مضت يعني التاريخ هو طبعا معلم كبير. في الفترة اللي مضت كنا الكل كان فقط مهتم بأنه كيف يطرد الاستعمار، ولكن لم يهيئ نفسه ولم يقوم بما فيه الكفاية، تدريس شعبه ومقاتليه ومنظماته الفئوية والمختلفة لحراسة منجزات الثورة. فبالتالي تم السطو عليها على كل هذه الإنجازات. فبالتالي هذه هي أيضا مسألة مهمة، ومشكور الدكتور الأستاذ إدريس همت يبدأ لنا بعد أن تعريف بسيط عن خلفيته أو إعطائنا الهوية الشخصية. الشاشة كل الشاشة لك أستاذ إدريس. الذي كابز غسلنا ممر إدريس أتي على بامرئت نعوخ قد فلوه. تفضل أستاذ إدريس. شكرا، مساء الخير، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول الصيام، وأيضا نهنئ الشعب الإريتري
والمناضلين الإريتريين بالذكرى الستين لمعركة تقرب الليلة يوم 15/3 طبعا، وقبلها كان يوم 8 مؤتمر قابيت العيد العالمي للمرأة. نحيي المناضلات ونحيي الأمهات والأخوات والزوجات كلهم، نحييهم بهذه المناسبة أيضا. أنا طبعا زي ما طلب الأخ المناضل قرماي اسمي إدريس همد. أنا أتواجد في لندن الآن، عضو في المعارضة الإريترية، المسؤول رئيس دائرة العلاقات الخارجية في جبهة التحرير الإريترية، وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، نائب رئيس المكتب التنفيذي ومسؤول الإعلام والثقافة. للمهام الحالية بالنسبة لتعليمي، أعلى درجة علمية عندي لها هي دبلوم عالي في التربية. عملت في التعليم في كل من السودان وإريتريا، وقبلها درست في السودان ثم سوريا ثم بريطانيا. دي الحالة اللي أنا التعريف اللي اديتكم ده. الموضوع العنوان طبعا زي ما هو واضح وزي ما شرح المناضل قرماي، اللي هو الحكومة الانتقالية. طبعا في هذه الغرفة أظن في الفترة اللي فاتت أسبوعين 3 أظن فاتوا، كان في مناقشة من أحد الإخوة لهذا الموضوع وتناوله أيضا بإسهاب أكبر. قد يكون دوري أنا هو ربما أكون أعمل هايلايت أو إضاءات على بعض الأشياء حتى تكون القضايا المعرفية لموضوع الحكومة الانتقالية نفسها عند في ذهنية الإريتريين وفي ذهنيتنا نحن كمجتمع وكناس ناشطين ننشد إلى تغيير. يجب أن يكون عندنا مفهوم مشترك حول الحكومة الانتقالية نفسها. ولهذا يعني أنا حابدأ بتعريف اعتمدت من جملة 4 5 تعريفات. اعتمدت تعريف معجم المعاني الجامع، واللي هو معجم عربي يعرف الحكومة الانتقالية بأنها هي حكومة تتولى الأمور فترة إلى أن يعتمد نظام ثابت للحكم. يعني معناها حكومة انتقالية معناها تكون في حكومة متوافق عليها، ومهمتها عندها مهمة محددة يحددوها لها 1 2 3 4 ومدتك كذا لا من تجي. وفي الغالب هذه هي تمهد لما بعدها من الحكم الثابت أو من الحكم الدائم أو من الحكم الشرعي زي ما يقول يعني. ولهذا المحامي الأردني فيصل البطانية يقول أن الحكومة الانتقالية في النظم السياسية الدستورية، النظم الدستورية يعني نظام دستوري ثابت زي النظام الملكي في الأردن، زي النظام الملكي في بريطانيا، زي النظام الديمقراطية المتداولة أو الديمقراطية الليبرالية وغيرها، هي التي تشكل حكومة انتقالية. تشكل لشنو؟ تشكل من أجل القيام بمهمة محدودة جدا. وهذه المهمة المحدودة يكون في كتاب التكليف. كتاب التكليف ده طبعا بالنسبة للنظم الدستورية الملك أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس السيادة أو رئيس مجلس الرئاسة يصدر مرسوم أو كتاب يكلف مثلا رئيس وزراء انتقالي، ويقول وفي كتاب التكليف أو في رسالة التكليف يقول له أنت مكلف بإقامة حكومة أو تكوين حكومة. هذه الحكومة مدتها طبعا محددة على حسب الاتفاق، على حسب الوثيقة المتفق عليها، ويحدد له المهام ومهام تكون محددة. وفي الغالب في النظم الدستورية تكون مهمتها هي مرحلة الإعداد للانتخابات التي سوف تأتي ببرلمان منتخب من الشعب ومن ثم حكومة منتخبة. طبعا في هذه الحالة أستاذ إدريس، أستاذ إدريس يس. لا تطول علينا الترجمة هي عليك اليوم، فبالتالي يعني الفقرة الأولى من الكتاب أنا قاعد أشوفها، فبالتالي ممكن تقولها بالتقرينية بالاختصار. هذه بالتقرينية كمان. طيب أنا ما أعرف إذا كان قدرت أعمل. أنا قاعد أقول أنت ما حتقدر تترجم يا أستاذ؟ لا ترجم أنت. نحن حنضرب مثال اليوم، نحن لا لازم إنه قياداتنا أيضا يتحدثون معنا باللغتين. اوكي I will try anyway. شكرا، ما في مشكله. انا انتهز له شمي ادريس هم دي ابعد انجليزي زنبر ابال مرحله تقال حال ترانا مساي قد حلافي دقيقه عشان هذا سوري. الله من شفقناه ولا مين؟ اوكي ناي وساي قد حلافي ابال
فصامي بصحفة هجروا بايتون الديمقراطية لوتي كم مكتل أبومبرن حلافي زينان حبريتان يسرح زلخو مالتي أب السودان تماهيري كابوخانا بسوريا تماهيري لعلاي سيرتيفيكيت زلاتني ادفانس دبلوما ان اديوكيشن اللي أكاب برسل وسيدايا أبجي أبعد إنجليز مالتي زين هاتي تشميو باك جراوندي بيوغرافيو بزعبا مسجاجري منجستي أنا بالزلنا مسجاجري منجستي بالكلنا نمنتاي يوزي أرسيزي مسيو وي نمنتاي زي توبك زي زاربلو زلنا حدا نحنا كم إريتراويان وي كم دليت فتحي حدا الرداد أكل ونا انتاي مالتي انتاي إناني بالزلنا ماني يام مسجاجري منجستي تبال انتاي عين مسجاجر منجستي اللي الناس اللي زهوني نعا أبحاد الرداد أكن بس من خلال لنا زبل حساب كابوي نقيل مسلني مخنيات إذا أروم إذا قد كلتا سمون دي ثلاثة سمون حادي كابتوم تقادلتي أقربون يروز السموريزي أنا جن قروب هايلايت نها حادي قالي كتن كيفية مالتي حادي تاي مالتي هاga مسجاجر منجسي زبل definition مالتي أبوك الزاربية نسوخ أنتاي أنا ثلاثة أربعة أمبيبي ناي definition ناي دا مسجاجر منجسي كابام حادي definition أغرب اللغو نسوخة أنت يزبل مسجاجر منجستي نقروب جزء وين وسون جزء تقوم نسخة نفلوت علامة نحنتي وين نفلوت علامة تخوني أتبل كمو يزبل زلو حادي صحافي وي حادي ناي حقي تمهراي ودي جوردان يبل الله توم ناي سيفل ستيتس دلوهم مالت كم ناي جوردن ديو كم ناي عد انجليز ناي كالو تبزي ناي ديمقراسي ليبرال ديمقراسي تقمو مستقاقر من قصي بلو خلو نساقع بتي نقوس وي بتي مراحي ناي تهجر زوسن والساني كل سبت سمر علو يخون اوف كورس كن نسو يزوصو تي ممرحي مالتيو نقروب جزء نزعه نسخة والسن كم برايم مينستر قبلنا خلنا ابوينتد قرنا خلنا نزين كترجم زبل دبدبي هبو مالتي بأخ نسو بقو تمازيزي بسرح مالتي إذا أنا بالكلنا نزين نتن رجي أنزل لوا حجراتي أن كمتاتيا ولا توم حجيني لو تي يبلو زلو من تاي نخمزك بس حصل زخونة أمو داتا تناجر كبخمو بتأم فتيز كم زقير يز مثلا بؤيزري مالتي أعتقد أنا وقفت هنا الموضوع الثاني أيوة. الموضوع الثاني هو يعني الفرق بين الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة في ناس في كثير عندنا نحن يعني مش نحن بس كإريتريين حتى في كثير من المفاهيم تفيد أخطاء حكومة مؤقتة وحكومة انتقالية تايم سجاجري منجستي وجزياو منجستي في فرق بين جزياو منجستي وسجاجري منجستي الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة الفرق بيناتهم شنو الحكومة الانتقالية زي ما شرحنا في الفترة في الكلام الأول الفوق أن عندها مهام محددة وعندها في القالب مهمتها هي تهيئ عشان الناس تنتقل للمرحلة بتاعت الحكومة الدائمة أو الحكومة المنتخبة أو الحكومة الشرعية أما الحكومة المؤقتة فهي حكومة أمر واقع فلنفرض النظام في أسمرة أو النظام في الخرطوم أو النظام في أي دولة من الدول بأي فعل من الأفعال سقط في هذه الحالة الناس اللي بيديروا الدولة لما تتكون الحكومة الانتقالية دي اللي يسموهم حكومة مؤقتة ودائما تكون شهور شهر شهرين كده يعني دي يسموهم حكومة مؤقتة لأن دي بتستعمل تصريف أعمال يعني الجوانب الأمنية مسألة معاش الناس عشان الدولة ما تنفلت عشان ما تكون يحافظوا على الدولة على هيبة وهيكل الدولة لما تتشكل الحكومة الانتقالية المتوافق عليها في حالة زي الحالة الإريترية زي الحالة السودانية زي الحالة اللي يكون فيها تغيير فيه نوع من الخشونة أو فيه نوع من يعني النظام ما غير بنفسه أو كده يعني زي الحالة اللي شايفينها مثلا في ليبيا وغيره وانتاي في اللون منجو جزاوي منجستين
مسجاجري منجستي نزبللو مسجاجري منجستي كمتي أبتي ديفينيشن زبلنايو وسون عمام اللي هو نسخ أنا أبتي قوامي منجستي كتسجاجرنا مالتي مسجاجري مالتي إتا جن إتا جزياوي إتي سرعات مسفرسة إتهم نتا ناي كم منجستي زغلغلو نعومي نان بلوم إتهم منجستي جزياوي منجستي إنتاي نزوم خان أتا زحلو نتي اگر ابكالي كي تودق بحدا كي تودق ايكونومي كي يودق جليس تهز ببعلو اب جريتيت كي اتو كموتات دا بلد نتي تا منجستي وي تا هجر كم هجر كتدحين كساب تمسجاجر منجستي زقوم مالتي. This is the two differences between the two types of government. النوع الثالث قال لك لماذا تتبع الدول ذات النظم الدستورية الحكومة الانتقالية. تم سيفل ستيت سيندروم زلنا ويتن رجعن زلوا هجرات نمنتاي اذا انا يمسجاجر من قصتي فور اكزامبل انت دحر حجي ابزي انت دحر مراحين هاي تهاجر انت دحر فور اكزامبل مايتو وي اوريدومو وي قال تي نجار كله كفرس لزخون نسوس لزخون ذا هيد حجي تم السجاجر من قصتي تمسي نابتيك او من قصيك تمالسو مالتي يعني انا انت شنو نابوك تمالسو ذات ذا ريزون انت قاعد اقول انه في حاله النظام الدستوري الحكومه الدستوريه الانتقاليه في النظم الدستوريه الحكومه الانتقاليه هي حكومه تقوم في النظم المستقره في حاله حدوث فراغ الفراغ الدستوري يا تتحل الحكومة يا رأس النظام يموت أو يستقيل أو يحصل له يمرض أو يكون غير قادر على ذلك وبالتالي عشان تستقر الدولة وترجع للنظم الدستورية بتاعها وترجع بنفس الطريقة الانتخابية تتكون حكومة انتقالية تنتقل من المرحلة بتاعت عدم الاستقرار إلى مرحلة الاستقرار عشان تصل إلى مرحلة الانتخابات. طبعا الحكومة كالي النظام الديمقراطي والحكومة الانتقالية. النظم الديمقراطية زي ما أنتم معروفة لديكم. لما نتكلم عن النظام الديمقراطي الديمقراطية كفهم وكتعريف وكديفينيشن we know it all لكن يعني هي ذاتها أنواع كثيرة يعني في مفاهيم كثيرة للديمقراطية. في حاجة الديمقراطية الليبرالية المعروفة لدينا نحن عايشين هنا في الغرب والناس اللي يعرفوها بشكل عام وتعتقد هي اللي حسا عامله عبله للنت زي ما يقولوا. في الديمقراطيه المركزيه والديمقراطيه الشعبيه سموها اليسار سماها الديمقراطيه الشعبيه ديمقراطيه الشعب واللي هي بشكل واخر يعني نوع من ممارسه العمل الديمقراطي لكن بشكل مختلف عن الممارسه الليبراليه. ثم في المرحله الثانيه هي نماذج اللي هي في تسمى في مرحله الحكومات المستقره في حياتها السياسية وهذا يحدث دائما حكومات بتقوم بالتأييد وخلق أرضية للاستقرار. الديمقراطية بأنواعها المختلفة يعني في عنها هي يعني مثلا في الحالة الإريترية أو في الحالة بتاعت العالم الثالث عندنا زي ليبيا زي اليمن زي سوريا زي الحكومات الانتقاليه في جمهوريات الموس في امريكا اللاتينيه ناس بنما واكوادور والحاجات اللي كانت تحصل دي كلها يعني تسمى الديمقراطيه التوافقيه. تحصل في ديمقراطيه توافقيه ما بين الناس وهذه الديمقراطيه التوافقيه هي اللي بتشكل شكل من اشكال الحكومه الانتقاليه عشان يصلوا الى حاله بتاعت الاستقرار يتوافقوا عليها يعملوا ديمقراطيه نسبيه يعملوا ديمقراطيه انتخاب مباشر يعملوا دوائر جغرافيه وبالتالي بتمشي بهذا الاتجاه. انت عايز برز الله خبز عبا يعني عند النظام الحكومة الانتقالية مستنا ديمقراطيك سيستم زارب كلنا ديمقراسي اتينا تمينين فليتنا لنا جن بزح عين الديمقراسي له الجباب الجلال تذكر الجباب ناي براكتيكالي كما يقول تا ديمقراسي حتى الليبرال ديمقراطيك ناي ريبلا بجناي معراب من العوز لنا هذه كابتوم من اي ديمقراسيو كالي الديمقراطية الشعبية حزباوي ديمقراسي زبالة له كالي الديمقراطية التوافقية أن كل سب حادث سبقينه كما يقولوا تساعروا زي كونس كلهم كما يقولون بحادث خينهم
كم زاتو يقبر مالتي حجي ازياء ابي نيروتي ناتا اكزامبلز ابزي اب سلوس عالم بفلاي نريو اب ليبيا نيرو اب يمن اب اثيوبيا بعلا اذن بلصقنا يمصو كلو قدم ودق نيرو ته ودق اخيبا غيرو غباي غيرو دحبت غباي ابو نخبزينا نبزك السجاجنا زبل عينت نيرو مالتي ولا تي برايم مينستر نتان كلتي عامت وي تعامتين قالين نايتي مسؤول زنبري وي ناي ديسالن ولا مليو يخون قلنا تعقباب ناي مسجاجر نيرو مالتي السودان اب سودان زي حجي اب قلولا واتيو زولا ناي مسجاجر ناي الديمقراطيه التوافقيه بهاليات بآية ايضا نيرو مالتي ابتوم ناي امريكان لاتين امريكا زنبرو بنما اكوادور قال اب تشيلي قال زنبري برضو ابوتات كمزي عينت الجواب تتقيمهم يخدوا نيرهم اجي اذن بالكلام اذا كلنا من تاي انا مسعيه امون احنا انت دحر كمو خينو انتاي عينت رؤيتنا انتاي عينت الرأي لنا نحن كم دليت فتحي انتاي عينت انتاي الريت ولا النابز عوا مسجا قريب من قصيز بالعينت دي زرابه مالتي حجي كمون تخينون ننتهي انا بلزا لنا كم دليت فتحي اوف كورس كلا يعني اجيدك بلا ولا كلهم بدهم بلتكاوي حيليتات طبعا في الله يزوم ناي هجراوي مركز اللون حيليتات كلا حادي ريتون بزعبه مسجاجر مرحنت درجه بزح في اللي هو اي بلينيا مالتي بفلا يعني ابتناي بلتكاوا حليتات ابتناي ديسكاشن ابتناي ذاتي ساتف نيري ولا تا نتفي بس احنا يوم نتفي كمان حادي نيرو تري الرأياناتنا كل حادي نيرو مالت بايتون توم كالوت حليتات مثلا بحث عن انت ابتي ذاتي زنا برنا مالتي انت يا تريتو كما غيرنا كله دلاي فتحي ولا تم بلتكاو حديثات زي كونس ولا تم برقس اليوم محبرات ديوم عبي تعدد يوم ريليجيس ناي مرحتة هيمانوت ديوم قالي كلهم كما يجيرهم أبا حادي بسيهم انتاي زبال نحن حجي أبايتو انتاي نانبلو يعني المؤتمر الجامعي بال التي قبائي غيرنا نسخ أنا ريكونسيليشن قبائي تغيرو كابتي قبائي كلنا بحادي بس احنا كما يجيرنا حنتي حنتي منقستي كم نمسرد بساخ مسسقاقري منقستي عدمي وصول عدنا دلوا اتنا تعمام حادي بزعبا أسورات بزعبا مسقا العدالة الانتقالية جستس تراديشنال جستس بهل ولا العدالة الانتقالية مسجاجر فتحي مسقاقري فتحي وبزعبا أسورات بزعبا ناي تكالي حنتي كوميشن ناي ناي مرجع كوميشن ناي قوام قال ابا اتبل ناتسرح كمزي خمون يزبل الجبابينا ابو له تناتنا شارتر كم يزبل مالتي توم حيليتات توم تكو حيليتات مسانا مشروم نزلت زنبرنا اي ثينك بحاجه الرداد ابي زعبز مركت بس احنا نيرنا مالتي كم نقول كلنا انت دحر كمو هينو رؤتناتنا انتاي امودا تاتي هزبي وي تم دليت فتح تم تتقام كابتن غيار وي كابتن لوتي انتاي زد اليوم كابتن مسجاجر من قس زبل زي اجي ابتق كتع ويتم ميت كنا بلون خلينا مالتي النقطه الاخيره هي الرؤيه والتغيير الاريتريه للحكومه الانتقاليه اريتريا التي تحكم الان بنظام الحزب الواحد او الرجل الواحد كلنا حسب ما يرى رؤية القوى التغيير اللي هي القوى السياسية الإريترية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة والحركات وكذا كلها لكن كرؤية للقوى السياسية الإريترية مجتمعة يعني عندها رؤية في كثير منها أو ربما كلها أقدر أقول على الأقل القوى التي كانت تتحاور وصلت إلى رؤية موحدة فيما يتعلق بمسألة التغيير يعني إقامة الحكومة الانتقالية ما بعد التغيير هي كيف تكون كيف يتم تشكيلها يكون هناك مؤتمر وطني جامع
بين كل القوى السياسية والمدنية ورجال وواجهات المجتمع ورجال الدين والمجتمعات المدنية وكده. وهذه كلها تقعد في مؤتمر مصالحة وطنية عام، وفي هذا المؤتمر تناقش كل القضايا، وبعد ذلك يتم اختيار بالتوافق بالديمقراطية التوافقية، يتم اختيار حكومة انتقالية عندها مدة محددة يتفق عليها، وتكون المهام اللي ناقشتها القوى السياسية واللي تذكرها نحن في المجلس وغيره هي مسألة معالجة قضايا المعتقلين، معالجة قضايا العدالة الانتقالية، معالجة آه، يعني مسألة تكوين مفوضية للدستور، تكوين مفوضية للاجئين، تكوين مفوضية ل... 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 للانتخابات. أنت سجيرة نيرة بزعبة تم كوميشنر سمبلوم زنفرنا ناي مريجان ناي سدة نياتات برضو إلنا أتريفيا نيرة ناي سدة حد كوميشن كتمزي كم إنا تحسب لنا. أنا طبعا حاولت أخذت النقاط بهذه الطريقة، حتى يعني لما نكون في نقاش حول كل نقطة من النقاط نقدر نسري النقاش حولها يعني. وفي نماذج كثيرة ممكن يتم عليها، يعني الحكومات اللي تعثرت دي يعني ليه تعثرت، ممكن تكون هنالك حولها نقاشات يعني. نمنتاي زون ناي مسجا غير منغستي زاغما حجرات انتاي فشلت الجات مون نمنتاي خات فشلت الجات مون زبل ابو ابتدي ديسكاشن انا ابز ان راح زن نتويتات ينزبل ابتدي ديسكاشن انت عمي غنايو ابوكم بس حين خلينا زبل مثلا ثانك اوكي شكرا. شكرا استاذ ادريس. ف دلوقتي طبعا يعني المجال مفتوح مثل ما طرح الاستاذ ادريس. طبعا اعطانا ليس الاس اغرام بل انما يعني وضح حول النقاط المهمه حول مسائل الحكومه الانتقاليه، الفرق ما بين الحكومه الانتقاليه والحكومه المؤقته، والاوضاع التي تتم في يعني تتكون فيه او التي تتاسس فيه الحكومه الانتقاليه، والاوضاع التي تتاسس فيه الحكومه الانتقاليه. وايضا شرح لنا الحكومه الانتقاليه او الحكومه الانتقاليه والحكومه المؤقته في ظل في ظل حكم مختلف، اي في ظل الليبراليه الغربيه، وايضا في ظل الاوضاع التي يعني التي نراها في العالم الثالث لاسباب عديده، كلها طبعا لها مسببات. البعض منها ممكن لفراغ ياتي لفراغ حكم او فراغ سلطه، فبالتالي لا يجب ان لا تكون السلطه يجب ان لا تكون فارقه حتى لثانيه واحده في اي دوله. فبالتالي هذه كانت الاسباب. وايضا راينا ان الديمقراطيات المختلفه. ففي هذه المواضيع ممكن يعني انا افتح المجال للاسئله ايضا للمداخله. ስለዚህ ሓውና እድሪስ ሁመድ ኣብዚ ጉዳይ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ምስኡ ኣተሓሒዙ እውን ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ክሊ ሲቪካዊ ዴሞክራሲያዊ ሊበራሊ መንግስታትን እውን ኣብ ከምዚ ናይ ስሉስ ዓለም ከም ናህና ዝኣመሰለ ኩነታትን ዝያዳ ካሱ ዘገድሰና ከመይ ከም ዝቀውምን እንታይ ከም ዝኾነት ምክንያታት መሰጋገሪ ይኹን ግዝያዊ መንግስቲ ይኹን ክቀውም ዘለዎ ኣብኡ ኣብሪሁ ኣብኡ ኣተኪሩ መብርህን ገለፃን ሂቡና ኣሎ። ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ዝኾነ ይኹን ደጋፊ ሓሳብ ወይ ሓሳብ ከምኡ እውን ናብ ሕቶናን ናብ መልስን ክበርህ ዘለዎ ነገራትን ከምቲ ዝበሎ ኣብኡ ኣቲና ነጥቢ ብነጥቢ ከነስፍሖን ከነዕምቆን ንኽእል ኢና እዩ። ስለዚ ኣነ እቲ ገዛ ክፉት ኣሎ ንሕቶን መልስን። ግን ኣነ ከም መጀመርታ እንታይ ክብል ይደሊ ኣብዛ መወዳእታ ዝገለፃ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ስሉስ ዓለም ሓደ ካብቲ ዝስርሓሉ ዴሞክራሲ ወይ ዴሞክራሲ ከም ኣምር ሰፊሕ ኮይኑ ድሓር ግን ከከፋፊሉ ኣርዩና ነይሩ። ሕጂ እቲ ስምምዓዊ ወይ ኣብ ምስምምዕ ዝተመስረተ ዴሞክራሲ
تي كونسيشنال ديموكراسي زبلو ازي ادريس حوي مس مالت مس نايكوتا عينت السرارحة يمساسل دوزي سممعاو ديمقراسي هل ما هو الفرق بين المحاسسة وبين الديمقراطية التوافقية؟ لو أخذنا لبنان مثلا، هل يسمى ما يحصل في لبنان محاسسة أو يعني حكومة أو ديمقراطية توافقية الذي يمارسونه؟ وشكرا. ثانك يو. انا اعتقد كلامك صحيح يا استاذ. الديمقراطيه التوافقيه نفسها على حسب قراءاتي، الديمقراطيه التوافقيه ذاتها تختلف حسب كل بلد وعلى حسب كل ظروفه. والاخوان اللبنانيين يقولوا نحن ديمقراطيه توافقيه ولكنها مبنيه على المحاصصه. رئيس الجمهوريه لازم يكون من الطائفه الف، ورئيس الوزراء من الطائفه الفلانيه وكذا يعني. دي مساله معروفه. الديمقراطيه التوافقيه كانت موجوده لو لاحظنا يعني، بس للناس اللي متابعين الأجانب، الديمقراطية التوافقية لما كانوا ناس البشير في فترتهم الأخيرة كان عندهم حالة اسمها التوافق بنفس الطريقة. كان في حاجة اسمها الدوائر النسبية. الدوائر النسبية دي ما بتاخذ توافق مثلا طائفي أو قبلي أو كده، لكن تاخذ في الاعتبار الأحزاب السياسية ذات الأوزان الضعيفة. يعني مثلا إذا في أحزاب جديدة حديثة ما بتلقى حظها لو عملوا الدوائر الجغرافيه وانتخبوا، لكن يعني في بدهم حصه يعني اي حزب نسبه الاصوات الجابه اذا وصلت المرحله الفلانيه ياخذوا مقعد او كده بهذا الشكل. دي يسموها، دي نوع من الديمقراطيه النسبيه تاتي ضمن التوافق. اما في مرحله تاسيس او تشكيل الحكومه الانتقاليه فده يتوافق عليه الجميع. يعني كل الناس اللي قعدوا في المؤتمر ده مثلا في اسمره قعدوا كل الناس، كل الاحزاب وكل القوى المدنيه والرجال الدين ودول كلهم قعدوا وقالوا خلاص نحن دايرين حكومه لمده سنتين ودايرين تعمل لنا 1 2 3. لكن يا جماعه نجيب منو؟ كلهم يتوافقوا، يعملوا ديسكاشن، يتوافقوا، يقول والله يا اخي الرئيس الحكومه عايزين نعمله قرماي. طيب ويا قرماي انت لازم تاخذ في الاعتبار تشكل معك فلان وفلان وفلان وكده يعني. ده بيسمى توافق. ده برضو هو ما يخرج من الحاله المحاسسه السياسيه الكبيره، لكنها تتوافق، الناس قاعده تتوافق لفتره محدده ليس للانتخابات. اما في الانتخابات فتكون هنالك الديمقراطيه، يا يختاروا الدوائر يا يختاروا الديمقراطيه النسبيه. وقعت لك؟ ايوه طبعا. اوكي. في ايادي ايد واحده مرفوعه. عقباي في السها. ثانك يو جرماي. اذا انا كلتيهم حتون رؤيتونس بتغرينيا اي سترجم بتنو انتاي يتفل اللي امونغو انتاي جناي كوتا ديو مالت كوتا بهيمانوت يخون ولا بقبيله ولا بقلدي يخون كمو ديو توافقيه. طبعا التوافقيه اسمها شنو بالتقريبا؟ سممعاوي. معاوي ديمقراطاوي يعني بسممع حجانا انت يبلز له نفس وقف هجر وي نفس وقف عدي ناتو الرأي وي ناتو الجباب اللي هو نزاع مغنياتو حجيب لبنان نمسيو لبنان نبلك لنا السورس ناس معاوي زبلجن بكوتاي. فور اكزامبل بريزيدنت نايتا هاجر ناي جدا كريستيان كخونا اللي هو كابتن كريستيان كمان كابتن مارون كخونا اللي هو ناي برايم منستر اسلامي سني كخون اتكالي شيعي كخون كموتا دابل ازخي حجزي كوتاي كوتاي جن ابتناي سمعنا انتاي دا نبلازا لنا ابتناي السودان حنتي اكزامبل نيرا قد مفراسهم بعل البشير ابتناي مرجعي مزخلو الديمقراطيه النسبيه تبال بقى اتيوم انت دحر حادي بارتي حديش بارتي اللي هو انت دحر ابتي وددر كوادادر كسعر اي كل انت غينو انت شمو اللي هو انت دحر ابز حزرنج انت دحر رخيبو فوت ابتي برلمان حادي ويكلتي سيدا يوهبو مالتي ازي نايس معي ازي من تاني توم كاروت كلهم ابتي ناي ابتي منجستي وي ابتي بايتو
كله ما انت مالتي انت دحرنا ابناء اريترا مسئنا فور اكزامبل ابتنا نريتو انت تهرب اكتب قبائي نحقراو قبائي تباهيلو كل سب مسيو ابو انت دحوينهم نصهم تسمامعهم انت مسكا قريت من قستي كل سرت له كلهم تسمامعهم نحن حجي ابتناتنا تشارتر انت نبل مسكا قري من قستي مسكا قري بايتو مسكا قري بايتو برلمان انا نبل كابو خا مسكا قري من قستي اذا كله بسمع كله سب تسمامع لكم مسل هو كله خا ابو كله له مالتي بزاينا يا ايز بالله مش كده يا استاذ الطريقه اوكي حتى خير قرمي هو قصل عم حطها alright يغني لنا أتو دريس بتاعمي تبو مقلتي حتويسي أنا I want to be very practical أبناء إرترا قداي هل كي أتوهم على شنو أب إرترا ديكتاتورية أو سرعات هلنا بزخون يخون نظر كود الحجي لسه لومي practical counsel زدرخينا أب تهاجر تي وتدرى حيل الله ولا تمنجز سحج زر الله حجي ناتنا بوليتيكا حالتات ويزن بارتي نبلان بخميت ليجيتيمسي كو هابيو الله أعلم مالتينو كمي يقرأنا عبدها أطواخلا حجي أبزيها كمي يقرأ تمساقر المنجز تقوم تخد أبوز عايزون له حزبين أبوز عايزون له ودباتينا بحالا دلوان أبوش تهاجر زلو تي مش سرعات كخيد زس الحين بخم كم يجري عم خل نتا مساجر من قصي كم يجري أما زيادة نمبر 1 حتى أخليتي إذا بوليتيكا حيلتات نبعلن نجزء أرسن بخم يلجتمسي وهابا كستو خمزي كتساتف الله كستو أي تساتفون الله أبزر دقة قادي تسام عدل سالسيتي حزبي انتا يجديو أبز مساجري يغني الله شكرا الاخ قاعد يسال طبعا أيوة عن عنده ثلاثة أسئلة. الواحد هو يقول أنا حتكلم عن موضوع الإريتري ودار أكون يعني أكثر عمليا. إذا كان فرضنا قال إذا النظام سقط الليلة بس سقط نقول يعني مسألة إقامة الحكومة الانتقالية ده حتكون إزاي؟ يعني فور إكزامبل يعني في إريتريا في الرجل الواحد أو الدكتاتور موجود وفي الناس المسكين الجوانب الأمنية والإدارة المهم الحكومة موجودة يعني كالأجهزة الإدارية وكذا موجودة. نحن حنتعامل مع المسألة دي كيف وكيف حيكون للقوى السياسية يعني دور، يعني كيف حتجي تخش جوا البلد وكيف حتقدر هذه القوى السياسية حيكون عندها مشاركة فعلية في المسألة بتاعت إقامة النظام الديمقراطي أو الحكومة الانتقالية. معاها قال يعني في صعوبة أنا أعتقد دي النقاط اللي ذكرها مش كده يا أستاذ قرماي؟ أيوة صحيح. هسه انا بقول شنو يعني في النقاط دي في حته مهمه جدا لازم ننتبه لها. طبعا كثير من الاخوه قد لا يكون المساله بالنسبه لهم يعني يعني فيها شويه راي مغاير. يعني انا قبل قلت في فرق ما بين الحكومه الانتقاليه وما بين الحكومه المؤقته. الحكومه المؤقته هسه قال اخونا قبل شويه يعني عقباي اظن عقباي في الساي ايوه اخونا عقباي قال يعني طيب كيف حتبقى المسألة دي؟ في حكومة موجودة في الأرض حتى لو سقط النظام ده معناه في ناس كانوا يديروا الدولة، إذا كان وكيل وزارة ولا مديرية ولا إذا كان بتاع كده. طبعا رؤيتنا كقوة بتاعت قوة معارضة أعتقد في رؤية مشتركة موجودة في تصوري الشخصي أنه هي أنه ما عندنا مشكلة مع الناس اللي قاعدين يديروا الدولة كأفراد يعني كناس كموظفين ما عندنا معهم مشكلة. مشكلتنا مع رأس النظام والقوة المساندة القوة اللي قاعد تمارس القمع والإرهاب والضغط على المجتمع وكده. فجزياو من قصة بهالزلا نزوم ابتينا سيفل سيرفيسز شاتفوا زلوا ابو يمرحوا زلوا توم كالوت هم ديل جزياو من قصتي هم ديل اللي حيكونوا موجودين. واما القوى المعارضه اللي قاعد نتكلم عن القوى السياسيه الموجوده خارج البلد هي طبعا سقوط النظام حيغير من موازين ومن معادلات الصراع كله. وبالتالي المتوقع انه لما يكون في كلام بهذا الشكل يعني هذه الجزاوي منقسطية والحكومه المؤقته دي هي عايزه
من يدعمها، عايزة خلفية، وبالتالي حتتعامل مع القوى السياسية مجبورة، إضافة إلى الضغط السياسي، وإذا كان في ضغط عسكري، وإذا كان في ضغط إعلامي، وإذا كان في قوة مساندة لقوى المعارضة، كلها حتباشر هذا الدور عشان القوى السياسية الموجودة تشارك في صنع قرار المؤتمر المصالحة الوطنية. لو ما عقد مؤتمر المصالحة الوطنية وشالوا السياسة وجاء قاعد واحد ثاني، جاء فلوبوس ولا جاء احمد ولا عثمان ولا وات ايفر، ما يكون عمل يعني وداري يمشي بنفس النهج، ما حتبقى، لانه ده ما تغيير، معناه النظام ما سقط، ما يعني ما النظام ما سقط. انا بفهمها كده. وبالتالي يعني المواطنين، قال اخونا عقباي، كيف الشعب حيكون دوره شنو؟ قدرنا تايز بالدول الدور الشعب نحن ما قلنا ممثلين الشعب اللي هم يعني عبي تعدي رجال دين، دول كلهم لازم يكونوا موجودين في مؤتمر المصالحه ده، يكون موجودين وهم اللي يحددوا، واللي عنده مظالم يطرح مظالمه، واللي عنده مشاكل يطرح مشاكله، لانه العداله الانتقاليه ما حتتم الا اذا كان كل القضايا طرحت. يعني ما في زول حيقول والله انت قتلت، انا ما عندي حاجه، انا متظلم حطرح مشكلتي. المجتمع اذا كان بشكل مجتمع او بشكل افراد او بشكل مناطق او بكل الاحوال يعني. وبالتالي هتكون في يعني المجتمع حيكون مشارك في تحديد مظالمه، مشارك في طريقة مصالحته مع بعضه البعض، مشارك في تحديد كيف يقيم العدالة الانتقالية، وكيف يقيم الحكومة اللي حتوديه للانتخابات، وتحديد الدوائر الجغرافية والتعداد السكاني والنسب والحاجات. أنا بفهمها كده والله أعلم. هاجر معي. ايش جميل. اوكي. دارجا كلتا دحروت انت زي كويني لوني اتقدم هاي توم كلهم ابتي وشتي زلو بفلا ابتي سيفل سيفيلاو سراحات زلو كلاتهم زياتهم ابتي زقون منغستي ابتي مسغاغري يكون ابو قد كم زلوهم اتي ناي تقاوم حيلتات وين انت دعوينو دحريت سرعات مخادو اتي تخونتات كله كلاوتيو ناي تزقوم او شتزلو يكون وين كاب كلتي يقوم ناي ز حيلتات زدغفن ناي حزب دغفن ناي ز كله سلازليو زياتهم كلاتهم አለው ማለትዩ እቲ ግደ ህዝቢ ዝበሃል ግን ኣብቲ ሰለስቲኡ መዳያት ግደ ናይ ህዝቢ ተዓበይ ተዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ኢልና ስታይ ዘቐመጥናዮ እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ዕርቂ ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብቲ መሰጋገሪ ፍትሒ ኣብዚ ኩሉ ተሳትፎኦም ኣሎ። እዚ ኩሉ ተጠቃሊሉ እዚ ኩሉ እንተዘይ ተገይሩ ጥራይ እቲ ስርዓት ኣልጊሱ እሞ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዝፀንሐ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብቲ ስርዓት መፅኡ ነቲ ኩሉ ካልእ ሓይልታትን ነቲ ኩሉ ክሳተፍ ዘለዎ ኣብቲ ኩሉ ዝተጠቕሰ መድረኻት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ይኹን ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ይኹን ወይ እውን ናይ ዕርቅን መሰጋገሪ ፍትሕን ነዚ ኩሉ ዘይዓደመ ነዚ ኩሉ ባይታ ዘይፈጠረ ንገዛ እርሱት ስርዓት ወዲቑ ኢልካ እውን ክዝረብ ኣይከኣልን እዩ። اوكي مليسنا لك عقباي عن ምናልባት እቶም ካልኦት ምስ ሓተቱኹም ንልኸውን ወይ ተመሊሰ ክመፅእ ክእል እየ። اوكي اسملاش شويت سلام 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 كما يمسيكم كما يكنيهم انا اسملاش شويت يبقال አጋጣሚ ካብ ስራሕ ስለ ዘለኹ ክዛረብ የቀኒልና ኣድሬስ ሕማድ ፅቡቅ ትምህርቲ ብፍላይ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ደገ ዝብል ንፅቡቅ ዝነበርና እዩ ብጣዕሚ ኣገዳስን ዝጠልወን እዩ። ኣነ ግን ቁሩብ ሕቶታት ኣለዋኒ ምናልባት ከም ርኢቶ እዩ ህበኒ ዝኽእል እምበር ሓደ ውድነት ስፋ ዝወሃበ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ውድቆ ኦፒኒን ስለ ዘለኹ ሓደ ኣብዚ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ ውድባት ዋላ ስሚካዊ ማሕበራት እንታይ ረቑሒታት ከማልኡ እዮም። ካልኣይ ከዓ ነዚ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝመረፅ ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ
هو ورقة زمرة الكسب أنت يروح حيث تسمى على ورق مالتي أسايك أنت كان يركا حجرة وحيل تاتي كان يركا من البات محجزار السجاعة لا إعلان يرى صحابي نيرامو ثم حجرة وحيل تزبها على سكمي من البات كان محجي زار السجاعة لا إعلان يرى أبدأ من جسد سبل تقونا قل بس إنك بجفل اللي ما تسمو كمي ذا مسك حجرة وحيل تاتي أملت دايما لا تقال السلو قال ألو نقول زكرون حيل ديس ويس من البات كذا حيل خيكونوا مو أبزيها كمي حجرة وحيل تاتي الكايسي كمايو كم توسعي من البات عبدك منجستي ساق أجر منجست خمسة سنة أخينا أقد الناس حجرة وعرقي مقدار أي محشة عبنت مزنا يتقرأ يكون تحت عبدنا يقالسنا إخراج في المليات مزنا خيط بقى حجي عبدك حدا مساق أجر منجستي كتمسرت قرب بدها يكونن كمون من البات عبدنا ناي دغ منجستي كنمرت تخوينا بدهتا تخه نالباس زي اب دغ منجست مسترتو تخوينا سي شعبيا زغور بدهتا ويت انقفاتاسي انتي سوناريتات كتصنع على ويكا ገለ ሶኔራታሲ ክጽሓፋሉ ምክንያቱ ኣብ ደገ መንግስቲ ክትተክል መቸም ብዙሕ ተጻብኦ ከም ዘሎ ፍሉጥ እሞ እንታይ ቀዲምካስ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ከም ሎቦ ከዓ ምናልባት ኣነ ሕጂ ማለሲ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ገለ ይመጽእ ሞቡእ ገይሩ ህጥም ይብል ሕጂ እውን በዓል ተላ እዚ ሪባይሩ ኣብ ኖርዌይ ዘሎ ኣምጪውማ ነይሮም ብዙሕ ተስፋ ጌርና ነርና ድሓር ግን ሰፊያ ካልኦት እውን ኢሎማ ነይሮም ሕጂ እውን ዛርእስቲ እዚኣሲ ምናልባት ተላዒላ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ንእሽተይ መንገዲ ከይታ ተቋርፂ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ዓይነት መጽናዕቲ ክካየድ ኣለዎ ምክንያቱ ንኩሉ ሓቆፍ ተደኣ ኮይኑ ዝበለፀ ነገር ግን ከዓሲ እንታይ ክግበር ኣለዎ ተጀሚራ ከይተቋርፅ ማለት እዩ يقنلي من الوقت بزحف لي زربات نشوف شكرا ما اعرف استاذ قرماي ايوه كويس. انا طبعا الاخ بيسال فيما يتعلق اول حاجه يقول انا يعني قد تكون اراء شخصيه وكذا لكن يقول واحد ما هي معايير المشاركه للافراد وللقوى السياسيه بعدين القوى الوطنيه اللي قاعد تقولوها دي من هي هذا واحد بهذا لا من هي القوى الوطنيه الحكومه في المنفى تكلم عن موضوع الحكومه في المنفى هذا شوي خارج عن السياق ايوه انا ماشي فيه هذا دي بالنسبه للمعايير المعايير يتم الاتفاق حولها نحن مثلا في المجلس عندنا خطينا رؤيه وهذه الرؤيه قد لا يعني ما معناها كل الناس ممكن تتفق حولها لكن نحن يعني القوى المكونة للمجلس متفقة على رؤية محددة حول المشاركة وطريقة إشراك الجميع وكذا ووفق معايير ويتم الاتفاق حولها. فيما يتعلق بالقوى الوطنية القوى الوطنية نحن طبعا بنتكلم نحن قاعدين نحن ناس بنمارس عمل سياسي وفي العمل السياسي هناك من يتفق معك في الرؤية السياسية وبالتالي أنت هو تمشوا مع بعض في ده. هذا لا يعني أنك أنت تحجر الحق على الآخر أنه ما يعني ما تشيل من ده الوطنيه وتلبسها وده تشيل. القوى الوطنيه التي تنسجم مع بعض بتشتغل مع بعض والتي تختلف او ربما تباينت في ارائها وممكن تكون تكتل اخر وتشتغل مع بعض لكن في نهايه المطاف اي مواطن اريتري اي قوه وطنيه تؤمن بالمشروع الوطني الاريتري ورؤيه المشروع الوطني الاريتري بشكله العام بغض النظر عن التفاصيل الصغيره يعني ده تبقى هي تسمى كلها قوه وطنيه يجب أن تقعد في طاولة واحدة وتناقش قضايا المرحلة الانتقالية. ده هو فهمنا لها. أما فيما يتعلق بحكومة في المنفى نحن ما قاعدين نناقش الأخ يعني ما أعرف إذا كان فهمها كيف لكن نحن ما قاعدين نناقش موضوع حكومة في المنفى. الحكومة الانتقالية ذاتها كمفهوم نحن قاعدين نتكلم عن الحكومة الانتقالية كمفهوم يعني وبالتالي الحكومة الانتقالية اللي نحن نتكلم عنها الحكومة الانتقالية التي تأتي بعد سقوط النظام وليس الحكومة في المنفى. ده اللي قاعدين نتكلم عنه على ما يعتقد الأخ يرمي. شكرا. التنح التوتات إذا أقربا حادي بزعبا انت عينت كراتيريا لكم بزعبا توم زساتو في زبار دولو دحر كل زساتو قينوخا نا جدا كراتيريا كل لو انت عينت كراتيريا لكم يزبل زلو
وبمنتاي ترؤوا زبل زلو حجي نعاي أنا كم ولك تي ناي ولك استمر سلزخون وين ناي ولك ديسكاشن سلزخونه بش شمنا يتكلم وكلا يكون جن أبال مرحنتنا حادي تكال سلزخونكو حوص له حادي بزعبا كراتيريا نبلك لنا نحن كراتيريا كم بايتو كم هجراو بايتو ولا تم بلتكوا حيليتات بهالو مسانا كلنا بحسب بهال بحسب ديسكشن نقبل لنا ويزات اجيرنا كلنا ابا حتى حدا نتف بس احنا درنا لنا كراتيريا قلنا كراتيريا ناي كله ناي جدا كسما مع الله إلا إن أمنين نعم وزيها نحن ريتونا نغرب تكالي ريتونا غرب أم ودع أبا حنتي بوتار أبا حنتي الرأي بس إحنا كراتيريا نغمت كله كم السادف قلنا ناتنا الديليت ناتنا ريتو كله كالسادف لو كله إريتراوي نزي سرعات الزقاوم زنبري وين كله إريتراوي إريترا تقدسو هقراونتو سمعيت هقراون نزل لو كله أبوك السادف خلال لو إذن كراتيريا كلنا نسمع معلوم على شيء هجراوة حيلي تبلغ لهم منيو هجراوة حيلي يزبل هجراوة حيلي نبل كلنا فور اكزامبل نحن ابتي مسرحنا بوليتيكا سلزلنا اوف كورس نفس وقف ناتو استراتيجي ناتو الرعاية ناتو تشارتر ناتو فيجن اللو انت دحر ابو كلنا نسمع مع قلنا كلنا بحنسا نسرح انت دحر عين نسمع مع قالوا يقروا في اللي كابتي هجراوة متكل زي في اللي انت قال له ولا ابكالي ان فلالي از نوت بروبلم ابتي هجراو متكل زي في اللي زخونه حيلي مسانا ابتي ناي هجراو وعلى رلوز لنا كساتا في خيل يزبل امنة لنا كالي بزعبا من قستي وي government ستايلز بهالزلو من قستي بسدد ابو ايكونان تي اسمهرنا ايلوم بزعبو ايكونان بالغلنا مسجاجري مرحنت مسجاجري منقستي نبلا زلنا مسجاجري منقستي اب اريتراي بزانا تي سرعه مستغيره ويش تي سرعه مسودقه كما غيرنا مسجاجري منقستي كنقوم يزبل زلو كما دحرايتي ثيري موست اوف ات مخنياتو الجباب حنتي فلتت كن حز حنتي الجباب حنتي الرداد كن حز بزعبا كما غيرنا مسجاجري منقستي كنقوم يزبل حتى يجي مثلا يعني نبلكم ثانك يو جايز سمعني لك جرماي ودي يقول له مثلا الاخوه انا دكتور أيوة. هيدوس تفضل يدرس ولا هيدوس تاديوس اوكي ايوه السلام عليكم. عليكم السلام دكتور كيف اخبارك تفضل الحمد لله ادريس حمد بتعمي مسكنا كان زي تايم لزخونه غزيو زحلوه توبيك هسكاب ممصخا نخلهم بصوت انت قالسنا بزق معابني يشتهين ما سلامتي بصحكم كاب جرمن فرانكفورت عاهم تاديوس تسويه anyways ادريس تا ነገር እንታይ መስይልካ ንመልክዕካ ክትመዝኖሲ መጀመርያ መስትያት ምወርአ ንኻልእ ድማ ሕቶቶም ከመይ ይመስል ኣለኹ ኢልካ ፅበቐት እያ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ናይ ረጂም ቼንጅ ዝበሃል ቅድሚ 10 ዓመት ዝኾነ ኣብ ኢንድያን ኦሽን ድብል ሓደ መጋዚን ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ተምሃሩ ናቶም ርእይቶም ገሊፆም ነይሮም ኣብቲ ናቶም ርእይቶ እንታይ ይብሉ እሶም ኣብ ኤርትራ ዋላ እዚ ስርዓት ዘሎ ንሕር ወዲቑ ኸማን ዲሞክራስያዊ ዝኾነ መንግስቲ ይመፅእ ኢሎም ተስፋታት ይብሎም እንታይ ደኣ ካብዚ ዘሎ ስርዓት ዝበርትዐ ወይ ድማ ፀቕጢ ዝገብር ወይ ድማ ሓያል ሚሊተሪ ዲክታተር ሽፕ ክመፅእ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ምክንያቱ ይብሉ እሳቶም እዚ ተቃዋሚ ደንበ ኣብ ደገ ዘሎ እሱ እቲ ናይ ዲሞክራስያዊ ኣፋፍኖት ዘለዎ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ዲሞክራሲ ብመፅሓፍ ጥራይ ዘይኮነስ ብግብሪ ይመሃሮ ስለ ዘሎ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ግን ኢሎም እዚ ተቃውሞ እዚ ስለ ኣብቲ ናቱ ርእይቶ ናብቲ ናቱ ተግባርን ኣካይዳን ስለ ደይሰማማዕ ዋላ ወሲድካ ከመን ኣብቲ ቅድሚታ ኣብ ደገ ናይታ ኦፊስ ናይታ ፕሬዚደንት ኦፊስ እንድሕር ጠጠው ኣቢልካዮ ነታ ማዕፆ ከፊቱ ከኣቱ ኸማን ከባድ እያ ንብለው ሕጂ ኤግዛክትሊ እዛ ቶፒክ እዚኣ ብምምፃእኻ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተርእየኒ ላኪን እስኻ ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ ወርሒ ዝኸውን ኣነ ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፅአኒ ኣብታ ኣርቲክል ከማን ኣብቲ ኮንክሉዥን ናተይ እቲ ኣርቲክል ብዛዕባ
ዝተፈላለየ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ናይ መንእሰያትና ናይ ብርጌድ ሓመዱን እቲ ዘሎ ንሪኦ ዘለና መዓት ድራማታትን ንዑ ድኸውን ፍትሓትን እቲ ናይ ዓለም ዘሎ ኩነታትን ዝገልፅ ጉዳይ እያ ወንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ናይ ብሓቂ ኣብ ኢንዳንጀርን ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ሞር ኣተኪረ ብእንግሊዝኛ የገሊፀ እየ ምክንያቱ ናይ ትግርኛ ናይ ታሽሙን ቁሩብ ጉድለታት ስለ ዘለኒ ሕጂ እንታይ بعرب كأت ترجمان يا رمزي ተተርጊማ ብዓረብ እወ ያ ሕጂ እቲያ ጉዳይ እንታይ እያ ኣነ ኦፍ ኮርስ ከም ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ስጋብ ሕጂ ኣምን ከም ማሰጋገሪ መንግስቲ ይጠቅመና እዩ ዝብልቶ ግን ልክዕ ከምታ ቅድሚ ሕጂ ከማን በዓል ኢሳያስ ተዓዲ ምስ ሓዝዋ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መሪሕነት ዝነበሩ እሞ ክንኣቱ ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ምስ በሉ ንና ኣብ ካብ ኮርቱም ተመለሱ ዝበልዎም ልክዕ ከምኡ ከጋጥመና ከም ዝኽእል እዚ ኣንሕና ኣብ ክስታይ ጌርናያ ክንፀንሕ ኣለና እናትና ዓቃበታት ወይ እናትና ሬዘርቬሽን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ባህለ ኣነ ሓደ ነገር ንዓይ ዝተራእየኒ ነገር ኣሎ እዚ ናይ ተቃውሞ ደንበ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ኣካላት ነቲ መንግስቲ ድዩ ዋላ ነቶም ካብቲ መንግስቲ ምስቲ መንግስቲ ተባኢሶም ንደገ ወፂኦም ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ ኣባላት መሪሕነት ዝነበሩ ኩሉ ሻዕ እቲ ተቃዋማይ ምስ ናይ ታሪክ ናይ ጀብሃን ወይ ድማ እታ ጀብሃ ትበሃል ኮሞፍላጅ ገይራ ተሸፊና ትመፅኦም ስለ ኮይኖም ስለ ድስምዖም ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ዕቃበታት ኣለዎም ስለዚ ሓንቲ ነገር ክንገብረሎም ኣለና ኣንሕና እንድሕር ምስኦም ክንረዳዳእን ክንሰማማዕን ክኢልና እዚኣ ድማ እቲ ህላውነት ናይ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝተባሃለ ውድብ ቀፃልነት ናቱ ኩሉ ከም ዝኽእል እቲ ህላውነት ወቀፃልነት ናይቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ውድብ ዝነበረ ድማ ነዘን ኩለን ካብኡ ዝወፃ ውድባት ኣብ ደገ ዘለዋ ጠርኒፉ ድማ ክረጋገፅ ኣሎ ስለዚ ንህዝብን ንሃገርን ወይ ድማ ነዚ ዘሎ ኣካላት ማለት ደለይቲ ፍትሒ ኮይኖም ኣብቲ ስርዓት ዘለዉ ድሕሪ ምውዳቕ ናይቲ ስርዓት መሊሾም ናብ ካልእ ዝገደደ ጉዳይ ካይከዱ ከምዚ ጌርና ንእዚኦም ክንጥርንፎም ንኽእል ኢና ስለዚ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ኢንትሪም ጋቨርንመንት ድዩ ወላ ትራንዚሽን ጋቨርንመንት እዚ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምስቶም ዘለዉ ኣካላት ብሂወት ዝተረፉ ናይ ናሽናል እንታይ ሽሙ ዝነበሩ ናይ ፓርላሜንት ኣባላት ምስኦም ኮይኑ ከምኡ ድማ ናይ ዓዲ ለበማትን ዓበይትን ወሲድካ ነቲ ዘሎ ዴይሊ ቢዝነስ ናይቲ ጋቨርንመንት ራንክ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ሽዑ ድማ እቲ ውድባትን ዘሎን ገለመታትን ተኣኪቦም ከምቲ ትብሎ ፀናሕካ ድማ ኣብ ፓርላሜንት ኮይኑ ድማ ንዕኡ ዊዝን 2 years ናይ ኤሌክሽንስ ግዜ ክንመፅእ ምንታን ንዕኡ የሳልጥ ሽዑ ግን ኣብ መሪሕነት ላኪን ናይ ብሓቂ ኣንሕና ነዘን ኩለን ውድባት ዘለዋ ኣብ ምርጫ ኣትየን ክስታይ ኮይነን ድወፃ ኮይና ይስምዓኒ እንታይ ደኣ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይፀብፀብ እቲ ናይ ሻዕብያ ዝነበረ ድማ ምስ ሻዕብያ ይፀብፀብ ስለዚ እዚአን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይቕረባ ህዝቢ ድማ ናቱ ውሰና ውስን ድሕሪኡ ን4 ዓመት ድዩ እቲ ጋቨርንመንት ክስታይ ክገብር ዋላ ን5 ዓመት በቲ ዘለና ድወፀ ወይ ዝተፀገነ እንታይ ሽሙ ኮንስቲቱሽን ብጌርና እዚ ክንፈትሖ በሓላ እየ ስለዚ ኣነ ወገነይ ከምዚኣ ኮይና ትስምዓኒ እንድሕር ኣብዚኣ ኮይነ ድማ ቁርብ ክስታይ ናትኩም ታሽሙ ርእይቶ ክሰምዕ ዓማን ቁሩብ እየ ስለዚ የቀኒየለይ ድሃብኩም ንትዕድል መጀመር شكرا دكتور صدري سمت استاذ جرماي استاذ جرماي دكتور تاديوس قاعد يقول يعني ادى وجهة نظره يعني حول الوضع في الساحة وكده وبشكل عام عن المعارضة ويعني هو يرى بشكل مختصر يعني أنه الواقع الموجود الآن يجب أن ندرسه بشكل الحقيقي لو ما درسنا الواقع حنكون في مشكلة كبيرة أولاها يقول أنه يعني في تجربتين الجبهة والجبهة الشعبية يعني اللي كانوا في الجبهة الشعبية والآن موجودين في الحكومة أو اللي طلعوا من الحكومة يظل أنه أي تغيير ربما يؤثر على تجربة الجبهة على تجربتهم أو ربما يكون في
حجر عليها وكده، ويرى أنه التجربة بتاعت الجبهة يمكن حتكون مسيطرة. الناس لازم يكون في توافق والإقرار بأنه التجربتين موجودتين، ويكون في توافق حول هذه ده المختصر الكلام حقه. لكن يتكلم عن الأزمة وكيف هو قبل كده كان كتب قبل أسبوعين ثلاثة أعتقد، كان كاتب مقال حول مواضيع الشباب وظروفهم ووضعهم وموضوع البريجيد محمد وظروفه والحاجات اللي مرت بها هذه. دي الأشياء اللي هو كان يتناولها الأخ أخونا. دي الأشياء اللي فهمتها من الدكتور تاديوس. طيب عندك تعقيب على أنت أستاذ دريس؟ لا ما عندي تعقيب، ما دي وجهة نظر هو. شكرا لك. أستاذ عبد الله محمود تفضل. اوكي. أستاذ عبد الله محمود. مع ابو ناصر تابع معي لانه ما ادري الكمبيوتر قاعد يطلعني كل مره. أوكي تمام. طيب. أستاذ عبد الله محمود تفضل. شكرا مسموع. مسموع تفضل. نعم واصل. መጀመርታ ኡስታዝ ሕመት የምስግኖ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳተደጋገመ ተኸይዱ ኣብ ሕብረተሰብና ብሓፈሻ ኣብ ተቃለስቲ ሓይልታት ከዓ ያኒ ሓድሽ ንቕሓት ናይ ምጉስጓስ ዕድል ይፈጥር እዩ። እቲ ሕጂ ንሕና ብዛዕባ እዚ ክንዛረበሉ ከለና እቲ መፅናዕትታት ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ተዘሪቡ እዩ ኣብ ናይ ተቃውሞ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ተሓልፍ ዝምልከት እቲ ሚሳቅ حكومة انتقالية حكومة مؤقتة كمي لكم زقوم بمهامات ناتهم وإمامات ناتهم انتي كم زقون بترتيب أقميتوه على الأقل حجي يعني مرجع سياسي وطني كون يبكر يعني حجي مثلا حكومة مؤقتة نقول لنا حجي كم واقع كم أمر واقع نظام كود كله وي انقلاب كجبرن كله بزخنة ظرف قوم كله فراق السلطة وي ناي سلطان بعد النت نخيف التر زقوم ناي حتى الجزية سلطان ناي حتى الجزية ناي شديش توحي قوون خيل نايكل توحي قوون خيل شوية قلتم حيزهم انت ترنعمون قلع قزيق وسيدي خيل قن حتى الجزية ناي سلطان بعدونت ان مشفان زمت سلطان يزي جزيوي من قستق بحالهم كله نبال حجي امامو ابت سلطان زتصنحو نجارات نتي عدي كم محاضر الزخيل نجار وسط عبيتي يعني قضايا مصيرية زخونة والسانيتات كا أي وسديني وسرات يوت سلام من الرقيقة إن يوحيس جن انت يتصور ني حجراو ني تهاجر كابتي زعت وتقولولا درجة بدرجة ندا تساقاقرت فتكيد مئنتي ني جزياوي مساقاقري يتسوى مساقاقري جزياوي زي مساقاقري من قستخا وتوم كقالوسو زصنحو حيلتات بالسمم زقوموي أبوش تعدي حلو أبدقي حلو عبيتي يخونو ناشتو يخونو بزوحات يخونو وحودات يخونو بزي قدس كبدتهم عقلهم صفحاتهم بزي قدس بتي أبلوتي بزنبورهم نايقالسي ترؤهم تتقويعهم مساقاقري منقستي نمقام يسمامو عند خابز تقبروز زلوان كا ازي مساقاقري منقستي كابناي جزياو منقستي يفلالي جزياو منقستي سلامين من رقيقائن مسفاني مساقاقري منقستي جين ناب قواماوي ديمقراسياوي
ለውጢ ወይ ሃዋህው ዘሰጋገር ጡጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ዝሰፊን ንቅዋማዊ መንግስቲ ወይ ቅዋማዊ ስርዓት ቅድመ ምድላዊ ተር ኢልና ክንሓልፎ እንተኮይንና እቲ መስርሕ ስለዚ ኣብዚ እዩ ዝፍጠር እቲ ፈተነ ብዙሓት ኣብ ኣፍሪቃ ዝወድቃሉ ወይ ኣብ ላቲን ዝወድቃሉ እዚ መስርሕ እዚ ናይ ክልተ ስርዓት ጫፋት መላገቢ ስለ ዝኾነ እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት መስለኒ እዚኣ ቃል እዚኣ ንምንታይ ናይቲ ዝሓለፈ ስርዓት መወዳእታ ጫፍን ዝሓያል እዩ 30 ዓመት ሕጂ ስርዓት ሲያስ ኣብ 35 ዓመቱ ይወድቕ ወላ ኣብ 40 ዓመቱ ይወድቕ ኣብ ዝኾነ ዓመቱ ይወድቕ ግን እንታይ ዝሓዘ እዩ ባይታ ዝሓዘ ዝደልደለ ውርሻ ዘለዎ ዓቅምታት ዝፀንሖ ፅልዋ ዝፀንሖ ዓዲ ከመሓድር ዝፀንሐ እዩ ይሕመቕ ይፀብኽ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ክወድቕ ከሎ ውርሽኡ ኣሎ ናይዚ ስርዓት እዚ ጫፍን ናይቲ ሓድሽ ስርዓት በቁሊ ጫፍን ዘራኽብ እዚ መሰጋገሪ መንግስቲ ስለዚ እቲ ሓድሽ ሓይሊ ኣብ ምምሕዳር ዝተፈተነ ይኮነን ኣብ ኣመላመላ ዝተፈተነ ይኮነን ኣብ ህዝቢ ዝሰረፀ ኣይኮነን ክሳጎግ ዝፀንሐ እዩ ክእሰር ዝፀንሐ እዩ ክቕተል ዝፀንሐ እዩ ክስደድ ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ክመፅእ እንከሎ እዚ ሓይሊ እዚ ድኽመቱ ሒዚኡ ዝመፅእ ናይ ቅድሚት ጠመትኡ ብቲዮሪ ሒዚኡ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ክኸውን እንከሎ እቲ ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ጫፍን ናይዚ ሓድሽ ስርዓት ክተክል ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ በቁልን ዝተኣሳሰሩሉ ባይታ ስለ ዝኸውን እዚ ብፈተነ ስለ ዝኸውን እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ስርዓት ናቱ ሓይልታቱ ኣኻኺቡ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገድታቱ ወይ ተጨውዩ ድዩ ስለዚ ነዚ ናይ መስርሕ ስግግር ከውድቕዎ ይኽእሉ ወይ ከዓ እቶም ሓድሽ ናይ ስግግር በቁሊ ሒዞም ዝመፁ ናይ ስግግር ተዋሳእቲ ከዓ ነቲ ቅድሚኦም ዝፀንሐ ቻሌንጅ ዝገብር ኩነታት ደረጃ ብደረጃ እንዳሳገርዎ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከሰጋግሩ ይኽእሉ ስለዚ ከምቲ ብቲዮሪ ነቕምጦ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ተግባር ፈተነ እያሳ ክትወድቕ ክትዕወት ፈተነ እያ ስለዚ እዚ ፈተነ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ተዓዋትነት ረቓሒኡ መሰጋገሪ መንግስቲ ካብቶም ስያቃት ክገብሮም ዘሎ ሓደ ቅዋም ኩሎም ኤርትራውያን ዝሰማምዕሉ ቅዋም ምንዳፍ ሃገራዊ ዕርቂ ምፅዋዕ ምክንያቱ ሃገራዊ ዕርቂ ኣባና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ጉዳይና ብግልፂ ኣብ መድረኽ ኣውፂእና ስለ ዘይንዛረበሉ ብግልፂ ዘይንዛተየሎም መዓት ቁስልታት ዘለዎ ሕብረተሰብ ናይ መግዛእትሉ ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ ደርግ ኣሎ ናይ እንግሊዝ ኣሎ ናትና ናይቲ ሕብረተሰብ ድሕረት ንዕኡ ግዳይ ዝኾነ ከዓ ኣሎ እንደገና ናይዚ ስርዓት እዚ ተወሲኽዎ ኣሎ
እንደገና ኣብ ርእሲኡ ድማኒ ናይ ተቃወምቲ ናትና ንለውጢ እንዳተቃለስና ከለና ከንስና ግን ድኹማት ዝኾንና ኣብ ሕብረተሰብና እነስርፆ ብጉይ ኣተሓሳስባታት ናይ ጌጋታትና ሸፈነ እንገብሮ ሕድሕድ ምጥቅቃዓት እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝህልዎ ፅልዋን እቲ ስርዓት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘምፅኦም ፅልዋ ብሕብረተሰብ ገይሩ ኣባና ዝሰጋግሮ ፅልዋን ተሓዊሱ እዚ ዝፈጥሮ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ዕርቂ የድልዮ ለውጢ ከምታ ንስርዓት ምውዳቕ ተድልዮ ጎኑ ጎኑ ካብኡ ብዘይንእስ ከዓ ዕርቂ የድልዮ። እዚ ዕርቂ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ኣፈላላይ ዝሰማማዓሉ እዩ። ምሕረት ዝግበር ምሕረት ብውሕዱ ኣብ ዓድና እዝን ገበናት ተፈፂሞም እዝን ቃልስታት ተኻይዶም ኢልና ክሳብ ሕጂ ኣብ ታሪክ ናይ ተጋድሎና እውን ዘይንሰማማዕ ኢና። እዚ ሽፋን እዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኢልካ ዝፅውዖ እዚኦም ኩትሻታት ናይ ምክንያታት እዮም መማዕረጊኦም። ምክንያቱ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለ ዝነገሰ ሓደ ዓይነት ታሪክ ክሰፊን እዩ ዝደሊ። እዚ ኣብ ኤርትራ ካብ ሕጂ ንድሓር ክመፅእ ኣይክእልን። ሓደ ዓይነት ታሪክ ሓደ ዓይነት ተመክሮ እዚ እዩ እቲ ግዳይ ዝፈጥር። ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እዚአን ምስ ፈለና ዝመፅእ ነገር መሰጋገሪ መንግስቲ ግድን እዩ። መሰጋገሪ መንግስቲ ግድን እዩ። ብዘይ መሰጋገሪ መንግስቲ ናብ ቅዋማዊ ጥጡሕ ዲሞክራሲያዊ ባይታ ንሰጋገረሉ ነገር የብልናን። ሕጂ ከምዚ ብሸርክላት ዝተሓፀረ ጌርካ ክትሰግድ ትኮንካ እዚኣ ሸርክላት ምልዓል እያ። እዚኣ ሓፁር ምልዓል እያ። እዚኣ ሓፁር ተልዕል መሰጋገሪ መንግስቲ እዩ። መሰጋገሪ መንግስቲ ዝዕወት ሃገራዊ ዕርቂ እንተሳሊጥ እዩ። ሃገራዊ ዕርቂ ኣናኢስካ ዝረአ ነገር ኣሎ። እዚ ተሽም ይብልና ንሕና ከምዚና ኤርትራውያን ኢና ወእሽ 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 ኣሎ። ግን ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ይኮነን። ፅቡቅ ምምናይ ፅቡቅ እዩ፣ ስነት ምምናይ ፅቡቅ እዩ። ግን ናይ ሕብረተሰብ ሽግር ፈሊጥና ናይ ሕብረተሰብ ሽግር ክንፍውስ ጥራይ እዩ ዘለና። ብሕጊ ከዓ እዩ ክፍወስ ዘለዎ። ብሕነ ምፍዳይ ብቅን ምፍዳይ ናይ ስርዓት ናብ ሓደ ሕብረተሰባዊ ሸነኽ ምስካም ሓደ ሕብረተሰባዊ ግሩፕ ይኹን ትኒክ ይኹን እምነት ይኹን ምግላል ብከምዚ ዓይነት ዝመፅእ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ከቢድ እዩ ክኸውን። ስለዚ እዚ ኣርእስቲ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ሓይልታትና ዲያሎግ እንዳኾነ እንተኸይዱ ዕርዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይኣምን። يغني اوكي شكرا استاذ عبد الله محمود. بس اسماعيل بدحريو كي هبكاي بس ترجمه استاذ قرمي معلش ترجمه كلمه بالله. لا تطلعني. اوكي انا بالاختصار يعني اول ذكر الاستاذ عبد الله محمود. استاذ محمود لا على زي ترجمه هو اولا وضح الفرق ما بين الحكومه الانتقاليه والحكومه المؤقته. الحكومه المؤقته هي حكومه يعني تاتي في ظل لملء فراغ السلطه، ومهامها هو محدد بسط الامن وتصريف الاعمال اليوميه حتى ان تاتي الحكومه المنتخبه او حكومه دستوريه او حكومه دائمه الى ما شابه. اما بالنسبه للحكومه الانتقاليه هي ضروريه، لانه في مثل اوضاعنا هذا يجب ان تكون هنالك حكومه
انتقالية. والحكومة الحكومة الانتقالية هي حكومة أولا تضع أرضية للحكومة الدستورية، وأيضا تضع أرضية للمصالحة الوطنية، أيضا ترجع أرضية أيضا للعدالة الانتقالية. يعني تناقش هذه كل المسائل التي حصلت يعني في الفترة الذي كانت قبل مجيء هذه الحكومة. وهذه الفترة هي في حد ذاتها كبيرة جدا إذا كان حتحصر المظالم التي حصلت. هنالك مظالم منذ عهد الاستعمار، وظالم في ظل الكفاح المسلح، أيضا مظالم بعد الاستقلال، حتى يعني المعارضة أيضا ما سببته من مشاكل. كل هذه المسائل يجب أن تطرح بكل شفافية، ليس للمحاسبة وليس لإنزال العقوبات، بل إنما للمصالحة. والمصالحة تتم عبر سواء كانت إذا كان هنالك يجب أن تعويضات تكون تعويضات عينية، تعويضات شكلية، تعويضات مختلفة. حتى الاعتذار في حد ذاته هو نوع من التعويض. فبالتالي كل هذه المسائل يجب أن تطرح، وهذا هو من ضمن المهام الكبيرة للحكومة. فالحكومة الانتقالية ضرورية جدا، ليس هي مثل الحكومة المؤقتة. هذه الحكومة تترتب على أعمالها يعني مسائل كثيرة. منها هذه الحكومة يجب أن تركز في مسألة بجانب إلى سياقة الدستور وتعبيد الأرضية للحكومة المنتخبة دستوريا، ده جانب. والجانب الآخر والمهم هو أن تقوم بالمصالحة الوطنية، وأن تنزل العدالة الانتقالية على الأرض. وكل من لديه مظالم، طبعا نحن كإريتريين لا نتحدث، وهذه المظالم هي كثيرة مثل ما ذكرت، في مظالم الاستعمار، في مظالم الكفاح المسلح، وفي مظالم حتى التخلف الذي نعيشه نحن. يعني هذا بحد ذاته أنزل يعني له تبعات من يعني له دور في هذه المظالم. فبالتالي يجب أن تناقش هذه المسائل كلها. صحيح أنا لم أترجم كل الكلام، لكن هو طبعا ينحصر في هذه المسألة. وكان الشيء الثاني أيضا التحدث أنه مسألة أنه تاريخ الجبهة أو تاريخ الجبهة الشعبية أو تاريخ الذي كانت، يجب أن لا نأخذ هو هذا التاريخ، وبالتالي نبني على هذه المسائل. بس هذه أيضا غير صحيحة. ولكن في النهاية هو أكد أن ضرورة الحكومة الانتقالية هي ضرورة جدا، ولكن ذكر أشياء كثيرة، ودي أشياء هي عملية. نحن كمعارضة يعني وإمكانياتنا يعني كل يعني تجاربنا ليس هي تجارب عملية، بل إنما ممكن تكون تجارب يعني لا توجد تجارب هناك، لكن ممكن انه يعني نظريا انه نفهم كثير في هذه المسائل، ولكن عمليا لا نفهم في هذه المسائل، وكنا مبعدين لفترات طويلة. فبالتالي ايضا يجب ان ناخذ في الحسبان انه مسألة النظام ايضا سوف لا يربع يديه وينتظرنا، لانه بقدر يعني بكل ما لديه من قوة حيقوم ينقض على هذه الحكومة او على مجمل أوضع الوضع في ظل الحكومة الانتقالية. فبالتالي يجب أن ننظر إليها من كل هذه الجوانب. يعني خلاصة الكلام أو خلاصة ما طرحه هو تأكد الفرق ما بين الاثنين، وأكد أوضاعنا نحن أيضا هي أوضاع مزرية. كمعارضة كنا مطاردين، فبالتالي حتى ممارسة دور الحكومة المطوينية كما ينبغي أعتقد يعني لم يكن بمقدورنا، لأننا لم نخوض هذه التجربة والنظام له تجربة. فالانقضاض على أصحاب التجربة يعني وما أصابهم
من ضعف نتيجة مطاردتهم. كل هذه المسائل أيضا حتترتب على الحكومة الانتقالية، فبالتالي يجب النظر إلى هذه الحكومة بكل أبعادها، وهي مهمة. وأكد على ضرورة لابد يعني شيء لا يمكن الاستغناء عنها ولا بد منها. أستاذ إسماعيل تفضل. شكرا جرماي، شكرا. المنصة. شكرا جرماي. السلام عليكم كلكم. عليكم السلام إن شاء الله كويسين. أستاذ إدريس، شكرا. يعني نقاط مهمة جدا، وإن كان يعني يعني أهميته في اللحظة دي، يعني في الوقت الحالي بالنسبة للإريتريين هو نظري، وكما تفضلت يعني نظري وأكاديمي يعني، لكن مهم هو يعني. على كل الأشياء اللي ممكن كنت عاوز أقولها يعني قطعه المتحدث قبلي. هتهيأ لي بصوت عبد الله محمود أظن، ما بعرف إذا هو نعم، عبد الله محمود هو نفسه. إذا هو كيف حالك يا عبد الله؟ يعني الحديث اللي قاعد نتحدث عنه هو يعني حكومة انتقالية، معناها سلطة انتقالية يعني. في لب الموضوع يعني موجودة السلطة، يعني مسألة السلطة موجودة يعني. فهذا النظرية كما تحدثت وشرحتها يعني بالجانب اللي عنده مرجعيات، يعني دول أو كمان رؤساء وإيش اسمه عنده مرجعيات، أو كمان فاقدي المرجعيات، يعني مثلا في حالة إنه العمل يبدأ من الصفر يعني، أو كمان عن طريق ثورة يعني كل شيء يمسح ومن جديد يعني، من جديد يعني، ما عنده أي شيء، ما عنده سابق يعني، ما عنده سابق يعني، ما عنده مرجعية يعني. بكل الجوانب يعني كما طرحتها يعني. هسه بقى يعني هذه النظريات عشان إسقاطها في الحالة الإريترية، على الحالة الإريترية أقصد يعني، هو اللي بيحدده هو من يمتلك السلطة وأدوات السلطة يعني. كما تفضل أظن عبد الله محمود يعني في نظام هناك يعني عنده أدوات السلطة، أدوات الحكم ما يعني جايز ما عنده يعني، لأنه رجل واحد هو يعني، لكن أدوات السلطة موجودة يعني. فالطرف الثاني اللي سماه عبد الله محمود الطرف الثاني، او كمان الطرف الثاني هو المعارضه يعني. المعارضه يعني طبعا نظريات عندها يعني، كما تفضلت كمان استاذ ادريس يعني المواثيق اللي المعارض تكتبها يعني، بما فيها بتاع المجلس وبتاع كل شيء يعني. لكن حسب بقى احنا يعني المفروض نناقش هو يعني مين حيكون، يعني مين حيكون في الموقع يعني أثناء يعني سقوط النظام يعني، سقوط النظام يعني هل هو يعني أدوات السلطة اللي يمتلك أدوات السلطة في جيش، في أمن، في إيه اللي ما عنده أي شيء، زي ما قال أخونا محمود كمان، مع عبد الله محمود كمان، المطارد والمسجون هذا هو اللي حيطالب بمشاركة يعني، بمشاركة يعني. عشان كده يعني اللي حيحدد يعني نمط او كمان عمل الحكومة الانتقالية، هو يعني توازن القوى يعني، توازن القوى. وهنا الإشكال يعني، هنا الإشكال معناها يعني المستقبل يكون مفهوم يعني. اللي عنده أدوات السلطة في يده هو اللي هيحكم يعني، واللي هيحكم هو اللي هيفرض رأيه يعني.
هنا بقى ما في برضو الدكتور كان واحد من المتحدثين او المتداخلين كان ذكر يعني دور الجماهير او كان دور الشعب هذا في حال انه ما عنده وكيل، يعني ما عنده اللي يمثله، يعني انا ما حيكون عنده دور، يعني ما حيكون عنده دور. بقى هسه هذه الامور كلها تطرح سؤال مهم على المعسكر، ال- الحلقة الأدعى هي المعارضة اللي يعني بتطمح أو كمان يعني بتتطلع إلى وضع أفضل أو كمان نظام أفضل في البلد، يعني نظام ديمقراطي نسبيا، يعني أو كمان انتقال سلس في اتجاه يعني وضع دستوري وقانوني يعني. فهو بقى لفت النظر لازم ينشن على يعني ماذا في جعبة المعارضة، يعني عاوز تعليق من يعني باعتبارك يعني موجود في لب المعارضة برضو الأخ إدريس، ممكن تعليق يعني بسيط يعني حول هذا ايش اسمه هذا، كيف ايش هي الرؤية، يعني ايش الرؤية في اتجاه يعني خلق يعني وضع يوازن اللي ممكن يكون ما بعد سقوط النظام، يعني اللي الطرف اللي موجود في داخل اللي هيمتلك ادوات السلطه، يعني يعني من اجل التوازن هذا ايش الرؤيه، يعني ماذا ترون او ماذا نرى نحن كلنا كطالبي العداله والديمقراطيه؟ وشكرا. بس ترجم مداخلتك يا استاذ اسماعيل معلش باختصار اذا امكن. من تابعك مين تابعني اظن ترجمها دريس. بنفسك انت، ما محتاج متابعه لي. انا شويه فتران ما اطرح السؤال، اتذكر. مشكله باختصر بالسؤال، مشكله ما في. ممكن استاذ ادريس اذا فهم يعني ممكن في اتجاهه. انا انت يا زبل نيري يعني زي ممهر ادريس ذهبوا تاشمو بتابة تقامي جنكا كم ب أكاديميك عيني غطريون كلها زي مثلا تقامي يعني، لكن أبزي لنا ودع خفقاتي أنا خبلو دليل نور حق إنمي تزاربه حو كله إلويو لأن بحثيرو أنا زبل كوسي خنزارب كلنا بزعبا، يعني مسائل من قصي خنزارب كلنا سي بزعبا يعني باور أو كا بزعبا أوثوريتي وي سلطاني نزارب زلنا، يعني سلز بقاتي وسن زلوا يعني مصالحيتات ناي سلطاني بإيد مني يخون أبي تاش مفهوم كله طبعا. إدريس بصبو غيرو ببي عينتو نغيرو نايو، يعني قد ما خنس زلوا عشان زلوا مساغر منغستلو عملت ريفرنس زلوا يعني وي نغوس ديو ويكا حقي ديو على قليل زلوا شعبك كمتي خمتي استباهلي نص النجارات ونحتر جزيه حدا ترانزيشنال منغستي ويكاني مساغر منغستي، يعني خدو زلو صرحو زلو زوس النجار حج، لكن اذا احنا نبلو زلنا حج بحثيرو انتينا نبل زلنا يعني نحردا زي اكاديمياوي جلالصا مغاغروم زخونه نطبقا زحزي جلالصا يعني ابزي هلو كنته نا ايرترا كن مسؤول معاررنا ويكان ناوخن نشنو ويكان اوخن نصبارو نحردلينا يعني ابشغرينا نا يعني لكيو اب ايرترا ምናልባት ሕጋዊ መንግስቲ የለን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ከዓኒ ስልጣን ኣለዎ ስልጣን ከዓኒ መሳርሒታት ስልጣን ዘለዎ ስልጣን ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዝወደቀሉ ግዜ እዚ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ በጋ እቲ ከዛረበና ዘለዎ ወይ ከዓ ክነስተውዕለሉ ዘለና እቲ ካልእ ሸነኽ እቲ ቅድመ ተዛረበ ሓው ክልተ ጫፋት ኢሉ ነይሩ። ንሱ ከዓ ሓደ ጫፍ እዚ ዲሞክራሲን ፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓት ንቅድሚት ኣብ ቅድሚት ገይሩ ዝቃለስ ዘሎን
زلوني تي أبوشتي كله قصنح زلو يعني مسارحيتات زلو أمنتي بوليس زلو كله منقستاوي منقستاوي ناي كنترول وكان ناي مقصصاري يعني مسارحيتات زلو شنخات زخلتيو شنخت وضادرون كلها أبدي خمزي تقليس زلو درس زغلو زغوداي زي نابزي ناي فتحي دلاي فتحي مو ديمقراسي زلو فتحي قطريون كلها تي ويكر وكانت الدخوم ጫፍ ንሱ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት ብክልተ ጫፍ ገሊፁ ቅድሚ ተዛረበ ሓው يعني ስለዚ እጂ በጋ ኣብዚ በጋ እቲ ዘሎ يعني እቲ ክንዛረበሉ ዘለና ክነስዕሉ ዘለና እዚ ሸነኽ እዚ እንድሕር ደኣ ልስሉስ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ሾያ ጥርኑፍ ዝኾነ መሰጋገሪ መንግስቲ ናቢ ዝካበ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ኩነታት ከሰጋግር ዝኽእል መስርሕ ክመርሕ ዝኽእል ጉዳይ ክኸውን ተኾይኑ የግዲ يعني بالانس ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ኣለዎ ምስቲ ኦልሬዲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ يعني በትሪ ዘሎ ኢዱ ዘሎ በትሪ ዘይብሉን ክኾነ እዚ ከዓኒ በትሪ ክህልዎ ኣለዎ ባላንስ ክመፅእ ኣለዎ ሽዑ በጋ ምናልባት ሓደ ስምምዕ ከምቲ ዝድሎ ዘሎ ሓደ ስምምዕ ፍጠር ይኽእል እሞ ሓደ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝቆመሉ ኣገባቢ ክኸውን ዝኽእል يعني ምናልባት يعني ብኣካዳሚያዊ ኣገባብ ብዙሓት ተቃወምቲ ነኻት ولا እውን እዚ ሃገራዊ ባይቶ እውን ይኹን يعني መሰጋገሪ መንግስቲ ገለታት ብዙሕ ተዛሪቡ ክኾኑ ፅሒፉ ክኾን ይኽእሉ ግን ከዓኒ ንኩሉ ዝውክል ነገር ኣይኮነን يعني ስለዚ እዚ يعني ግሩም ዝኾነ ኣካዳሚያዊ ኣረዳድኣ ናይ ዓይነታትን ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ኤርትራዊ ደረጃ ከማን ትርጉም ዝኽእል ሸነኻት ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ እዚ በጋ ያጂ ኣና ክንሓስብ ይገብረና ማለት እዩ ኣብ ቅድመና ሕቶ ክነቐምጥ ይገድደና እሱ ከዓኒ እንታይ ክግበር ይኽእል يعني ስለዚ እዚ መምህር ድሪስ ኡስታዝ ድሪስ ከዓኒ ኣብዚ መስርሕ እዚ ኣብቲ ውሽጡ ስለዘሎን እዚ يعني ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ يعني ሓሳባት ክህልዎ ይኽእል ወይ እንታይ ኮሜንት ክገብር ይኽእል ኣብዚ መድረክ እዚ ዝበልኩም ምናልባት ሓዋዊሶ ክኸውን ይኽእል የድኻም ኣሎኒ ግን I hope ዝበልኩዎ ተሪፈን እንተሎ ሰማዓኒ ሰብ እንተሎ ይመላእ ኣለዩ thank you very much ودي الله شكرا لك شكرا استاذ اسماعيل ادريس همت تفضل استاذ ادريس همت ادريس همت أدوا فرص للآخرين خلينا أنزل وصلت قربت بعد شوية حعلق على كلام الأخ إسماعيل والآخرين اوكي ممتاز استاذ داوود الزقدم تفضل مرحبا جزانا كأنكم كما لهم نجنا جاكور جاشانا فردريس مامور فردريس محمد عالم بتاعمي أجد داسيا سمهرايو تعمل 5 جن دلي جن أبدي حارة أنا أقول دلي يجارج أون لو إحنا أبزخ اللغة بهالسنة السمهرو شو بقول جناب ساعة زسي ساعات ديو نزل الحتو جن نعاي انتاي بالك كون نحنا مجمر يعني نقر نحنا أبسدت لنا كلهم إرتراوان هذا عقمنا هم فلت علينا عقمنا انتاي عقمنا هاجراوي أكي مقبار ديو عقمنا مسجاجر من قستي متكال ديو السؤال يكون نحنا مجمرة نقر نحنا بزيد ليتنا بس يداد أب هاجرنا خنبر زين خل ثاني صادوس أنا هاجر نصانتنا زي رخنا نصانتنا زي أكبنا عندنا هذا أوتينا زي أكبنا زي تسوقنا هاجرنا ساعة كنوننا أين خيرنا ويكا نحنا يعني بالمي جزاء الفراخنو كلانا بقاتي نحنا عندي إمام كون دلو ساعة زي نحنا خمي قرنا وكلنا زي كن راقص وزلنا زي وكلنا زي نمرقاز ما نحنا أبزو وساي
ብዙሕ ዝኾነ ዕድላት ኣለና ኣብ ዲሞክራስያዊ ሃገሪና ንነብር ገለገለ ዲሞክራስያዊ እንታይ ባህላት ኣንፈታትሎ እናኽእል ድላይና ክንብል ንኽእል ድላይና ክንገብር ንኽእል ግን ንሕና ሓደ ሽግር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚኣ ክብሎ ዝደልን ሓውና መምህር እድሪስ ሓበሹ እቲ ናህና ዓቕሚ ክሳብ ክንደይ እንታይ ኢልካ ትብሎ እንታይ እዩ ናህና ድሩት እዩ ንሕና ሲ ሃገራዊ ዕርቂ ዝግበር ሃገር ምስ ሓስካ እዩ ሃገራዊ መሰጋገሪ መድረክ ክፈጥር ወይ መንግስቲ ክንፈጥር ከዓኒ ሕጂ ኣይኮነን ንሕና ንባዕልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ሃገርና ክንውክል ንኽእል ዲና ንሕና ከዓ እሱ እዩ ተዓቕምና ውክልና እስከ ከነራግፅ ከመይ ጌርና ከም ንኽእል እንታይ ይጎለና ኣሎ እንታይ ዕዮ ገዛና ንዚታት ገለ ከኣሰምኽሮ ክትበና ዶ ትኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ودي الله شكرا استاذ قرماي استاذ قرماي سامعني استاذ قرماي اوكي استاذ رد عايب تفضل استاذ رد عايب معليش أبو ناصر أنا الشاشة عندي كل مرة دقيقة تطفي وتجي فبقعد أشوف رغم طيب أن الصوت قاعد أسمعه جيد إذا كان هو سؤال بتاعت الأخ داوود ممكن جانب جزء منه هو يجب يعني نرد عليه لأنه هو يهم الغرفة أبزي أبتي قدامي تحطو أنني حو نعنات ملكة تحطو سلا زخونت كنملسها نسخة نحنا بتردونا كم زتين حرابة ونقحات قدام النت زبهال بملؤ باكج كتحاز اللو زبل امنت اللو نمبر ازيا قدامتنا نزي انا نقبر تخالق نقدفو زبل قن مالي وين بز نجر زي تساقينا عينا السوق انتايو كل تقادلاينا كل حزبنا بزي كان ناسنت بزي كصلاعي كاب إرترا مسغاق نخالق ايدالنا نخالق سلا زيدانا لا يخا غحيلاتات ترخيبهم نفسهم سريعهم صنيحهم اتي كل صعرلو صعري تمنتيلو بو تداليو بو تقانيو نيرو انت زخون ولا كم تقدم حجي نمهارو زقننا تقنو تامرونا بو درجه كباب بالله نيرنا انت نخون اتزترخبه مترخبه نيرو بقليلو منطلدو مخالنا نيرو نزبل حتو ازي اب قمت بمقتاو حجي وين انت خونه راح نعنا صقيمونا دلو اساقيقونا دلو عدنا خين اتو غيرونا دلو تسلطاني سلازي تسلطان ناتو ملقاس راح نقبار اتي خالق جن يصنحلنا انت دايلنا صباحوين زي كم حجي خزربلو صنحي مستخلو دخمتاتنا مستخلو بزح زي نفلطو نجر منوح غزي كاب عدنا تباريرنا مسنحنا بنهزبنا ادالينا يوم مهرنا لون انت دادي صنحنا نفسنا وانت ماهرنا لو زو غداي انت دادي صنحنا كم تمالي لك كالوت وين كمنزعونا يخل اليوم وحسنت يلونا بز غداي سلازي قدامنتاتنا كل قدام مسغاغر فتحي قدامنتنا عرقي قدامنتنا سلطان ملقاس قدامنتنا ازي اتم كلهم بحبار حيزنا يمكن كيد علونا زبل امنتور لنا كابزي تبقيسنا كاينا نايلومن ناي صباحن ناي اوان حجي خنقبرو زلنا تختيلو مسؤول زخيد نغرات كقبر زلومن بحبار انريوم صباح نجر مثل قسي سرعات بزخونه يكون مخنيات مستعلوه حتى حجي خنتاينا نقبر انت يخقبر زلو ويقول تهزبي قال نجر كمنزع انت دارينا حزبنا اتيات مال زبلنا كازي انها تله تباهيلو حزبي دغوس يديو بزلو عقمديو نتا سلطانون نتي زتقالسلو فري كي منزعن كالوت كي بلعون كالوت كي وسدون كلا خد قبر سلازي انا اي مثلنا نحنا كوم زبل تردهم هلاو كله يخيل جن زي انا صباح تسنحلنا زي اقن لو من برا زي انا يدحل صباحيا اي نزارب لا اي تنكفا زبل جن تستايكب لنا اي كلن بزترفت حتوني ادريس تملكت حتون تدا الله خوينا انا ادريس تملكت حتوني راي مثلني
ولا لك أنا عاخت الزاربان كلها دقينا تفيوتي كمبيوتر أي سمع كوان حطوت بالنيرة. طبعا أنا كنت أقول إنه مسألة إنه نحن يعني أولوياتنا اليوم هي فقط إزالة النظام، فلا داعي للتحدث فيها في مثل الأشياء التي يجب أن نفعلها غدا أو بعد غدا أو للمستقبل. فبالتالي لا يمكن أن نقول هذا الكلام. نحن في نظرنا في غرفة بنرى أن أولوياتنا هي إزالة النظام ثم العمل ما بعد النظام، لأنه بالأمس نحن في تجربتنا ماثلة هي أنه موجودة، أنه نحن شعبنا منادليننا مقاتليننا كوادرنا كلنا كنا مهتمين فقط بطرد العدو، وبالتالي لم نتحدث أو لم نهيئ أنفسنا وشعبنا لما يحدث لما بعد طرد العدو. ممكن الثورة ممكن أن تدخل في جيوب أناس قلال الذين ينظمون أنفسهم بشكل جيد ومستعدين لهذه المسألة. فبالتالي نحن لم نهيئ هذه المسألة، وبسهولة أخذت أمام أعيننا كل ثمار هذه التضحيات الجسيمة للشعب الإريتري لم ينال منها شيء. فبالتالي اليوم أيضا يجب أن لا نقول فقط نحن اليوم مشكلتنا الذي طردنا من بلادنا لكي لا نعيش بأمن وأمان وبسلام هو النظام. فبالتالي نتحدث في مسألة إزالة النظام، وكل إمكانياتنا وكل أدواتنا وكل سلاحنا يجب أن توجه إلى هذا الاتجاه، وندع الأشياء الأخرى يعني جانبا. هذا بنراه غير صحيح. فبالتالي أولوياتنا هي كلها هي أولوياتنا: طرد النظام، إزالة النظام، إقامة حكومة انتقالية، العدالة الانتقالية، المصالحة الوطنية، الدستور، كل هذه هي أولوياتنا. فبالتالي يجب أن نناقشها بجانب إلى إزالة النظام. فبالتالي في من يرى أنه لا، إحنا لا نتعب كثيرا في هذه المسائل، نتجه في هذه المسائل. هذه هي رؤية، لكن نحن كغرفة بنرى أنه يجب كل الملف مع بعضه يجب أن نأخذه. لا يجب أن لا يكون ملف السلطة والثروة والعدالة الانتقالية هو ملف قدم. فبالتالي ما في داعي أن نتحدث فيه. هذا أعتقد في نظرنا بنراه يعني غير جيد، ولهذا السبب ممكن نتحدث في كل الملفات: ملفات إزالة النظام، ملفات العدالة الانتقالية، ملف المصالحة الوطنية، ملف الدستور، ملف نظام الحكم، وكل هذه المسائل يجب أن نتحدث بجانب إلى كيف يجب أن نعمل ربطها مع بعضها البعض. هذا هو يرجع إلى إمكانياتنا وإلى وعينا، ولكن في رؤيانا الأولويات لا تتجزأ، كلها هي أولويات. أما كان سؤال، أعتقد السؤال بالضبط أنا ما يعني في الوقت اللي كان يسأل فيه السؤال يعني السيستم عندي وقع، فبالتالي ما سمعت السؤال. شكرا لك أستاذ قرماي، ردك يمثلنا كإدارة غرفة، فشكرا لك على الرد الجميل. أستاذ رضا عيبو. أستاذ رضا عيبو، مساء الخير. مساء النور والسرور، تفضل. ازيكم؟ تمام. مرحبا. استاذ ادريس، شكرا على المحاضره القيمه. انا يعني عندي مداخله بسيطه. كنت داير اقول شنو التغيير او الحكومه الانتقاليه او المصالحه الوطنيه حتعتمد تماما على السلطه اللي حتجي بعد النظام. ما حيكون في فراغ. يعني مثلا لو عندك واحد عقيد استلم السلطه، يعني المسألة دي كلها حتتبني على نواياه، أو هو داير يعمل شنو يعني في البلد، أو لو في مثلا واجهته يعني جماهير منظمة وجماهير دايرة تغيير حقيقي في البلد،
يعني مثلا الدراسات اللي بتتعمل زي دي ممكن الحكومه الجايه حتى لو نحن ما بقينا جزء منها، النظام القادم ممكن يستفيد منها، اللي هو اللي حيجي يعني مباشره بعد سقوط إيساياس بطريقه او باخرى. يعني مثلا إيساياس ده لو مات بكره، اوكي، حيكون في واحد يتولى السلطه، اوكي. فده لو عنده نوايا حسنه ممكن يستفيد من الدروس اللي قاعدين نعملها. ممكن الشعب يطالب بالحاجات اللي نحن قاعدين نقولها. لكن برضو لازم نشتغل على القوة الحقيقية اللي موجودة على الأرض، سواء كانت في الداخل أو في الخارج. وشكرا. ترجم يا استاذ ردي. اوكي اوكي. أنا انتهى جميرة مجمرتا ni tahu Idris kami يمسكنه أغلب الناس صبره كأسئلة تتي ناي مسجاجري من بستي بهذا وإذا كان عينت أجراو عقديو ناي قوام بيو ناي جلسي أتي تزي سرعة تزي مداو زمس حيلي نسو عابو صار اللون بيجوس يزوز دمنا مغنياتو سرعة أكال نايتي لوتي ويكا أكال نايتي immediately دحرتي سرعة تزي مداو زمس دحرتي لها خوينكا كفيديو دخون عينة سؤال واحد قبل سؤال واحد نقبر الأركوين ناقن تاخونا له زي السفورات زي أتحسها سبعنا هزبي يرولو مقدي نتي تهزبي نوع دحري لوتي المسجد اللي سرعة إقرقاي تغالي زين قبرو زي لنا عمس بعد تعديو ويكتع تقامو خونه خيليو زبر رئيتو يدلني سلازي بستخ على متنسي نتي أبايتا زلو تقاومي نتحيلتات نتي من أسي أكال نايزي تخيل زلو كتعات ويلزبات مقبارو أقداس بويني سمعني تقني اللي. شكرا استاذ ردي عيبو. اوكي، كانت مداخلة اعتقد. نعم. يعني اوكي مداخلة. اوكي جميل. محمد ناصر. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وصوم كلنا حزب سيان حزب إسلامنا بريتريان من العالم. أنا قبل ذا لما جمريا نزجزا خلق زي كم ذيس حوي تغالى سايتم ترناهم كلون نعود مسلون يغلي لنا كبرت هذا اللي الأخ إدريس أنا جبله تعقيبي ترى ريتو مجمريا قبل الدلي إحنا مجمريا اوبوزيشن دلنا نسرح دلنا بكالسن دلنا احزاب ابدقه دلنا whatever takes هنا تشين كن عسر كن فترة قبعنا يعني مالتيتي ابتوة عايد لنا هم قال غيرنا مستوش درلو وتهدر كينو ولا تزبو كينو كم قال ملاقوبن تغيرنا نحنا نسرحنا بحنسا إحنا ندرنا جزيهم temporary جزيهم انجستديو ولا تعب تبلوزي ولا تي هجراو السم مسجاجري ولا هجراوي نقول خجبر مجمريا تا ملاقوه نجبر نسخن نجبر انتقينا إحنا دقد لنا خلنا at least ولا بايتو ذلو تدخل اوبوزيشن بحمدو دي ولا كله ياكل دي كله مينيمم بروجرام جرنا كنسامع بروجرام كنقبر يقبعنا 3 عمد دي 4 عمد دي خب جبات اتو ولا خب من تسكاي قبل تراي نسدو 3 كنت عمد على 3 عمد مجمريا نحنا مورال خنوبو تستوش تسدلو ملاقوبه نقبر نحنا دما مورال كوبان تخينا كنريو لنا نسرح لنا نهجر السلاح لنا معاكم دما معاكم تعمل قبر لنا نقول مجمرة يعني هنا قال خلنا اليوم لنا قال خير خاسي ملا جوا حي قبر كاد ما تثنان دلنا قول حسابن بوتو بس هاي كلني سلزي أنا ولا أنا تقول زبلة خلي زي تملا جوا خن قبر تخينا نحنا قال خلنا لنا
we have to show something for it. At least minimum program تقدر له كلنا ساعة program تجرنا تسبخ سوا مع خلي ولا تسبخ أول له فتي خلنا عدل سلدي باللمبر عدل انت راهيبه تمام قصة قلت لهم هنصارو خصوصي خلي قناع نحن عدل كلوبون طينان ملاقوا بخن قبل علينا ونحن نسمر علينا يغني لي شكرا ودي له. شكرا لك. ترجمة أستاذ قرمي. أستاذ محمد ناصر كان بيقول طبعا لكي نصل إلى كل الأشياء التي كنا نتحدث عنها سواء كانت الحكومة الانتقالية وأعمالها المختلفة، أولا يتطلب نحن كمعارضة موجودة في الخارج أن نكون نعمل ضمن يعني في إطار واحد ضمن برنامج وطني حد أدنى، وفي نفس الوقت يجب أن يكون لدينا اتصال بالداخل. فبالتالي كل هذه المسائل دائما أنا أتحدث فيها، وما تحدثنا عنه يجب أن تسبقه هذه الأشياء. ما لم نحقق هذه ما تسبقها هذه الأشياء لا يمكن القيام أو العمل للأشياء التي ذكرت. هذا هو الموضوع أعتقد، فهو أكد على برنامج حد أدنى بالنسبة للقوى اللي موجودة في الخارج أو المعارضة أيا كانت، وأيضا أن يكون لديها اتصال وارتباط بقوة التغيير تؤمن بالتغيير أيضا في الداخل. هذه هو أعتقد. شكرا لك أستاذ رئيس ممكن محمد. أتداخل أنا؟ أيوة نعم. أنت عندك أسئلة كثيرة ترد عليها ومداخلات تعقب عليها. تفضل. ما مشكلة، أنا الشيء اللي حفظ أول شيء خدته في ذهني كله هتكلم بشكل عام، بعد ذاك إذا في حاجة ناقصة تقولوا لي يعني. أولا شكرا على كل الأخوة المتداخلين، عبد الله وداوود إسماعيل فادي وغيرهم الذين تداخلوا. الحقيقة شوف الكلام هو نقاش، نحن قاعدين نثري النقاش، عن نحاول الشيء اللي طرحناه نهبتمه ماله. عشان كده كل واحد يجي من زاوية محددة يناقش المسألة، ودي صحيحة وظاهرة صحية وأعتقد نحن نستفيد منه. اتفق مع الأخ عبد الله فيما ذهب إليه بين الفرق بين الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة، وأعتقد نفس التعريف ما مختلفين، نفس الكلام اللي بديت به أنا حول الفرق ما بين الحكومتين. الموضوع الأهم في الموضوع أنا أعتقد في الأخ داوود أعتقد كان يتكلم، إسماعيل عفوا، كان يتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو طبعا هذا الكلام كله جائز ومقبول من حيث المبدأ، شيء نظري ومن ناحية، لكن من الناحية العملية عشان نكون نحن جزء من عمل بكرة، يعني نعتبر نفسنا جزء منه ونغير ونعت عشان نعمل عدالة انتقالية، نعمل حكومة انتقالية، نعمل غيره. عملنا شنو كقوة بتاعت معارضة؟ وباعتبارك انت واحد من الناس الموجودين في الشغل، لو عندك رؤية او عندكم فكرة شنو الاشياء اللي ممكن يعني المفروض تبقى او حتبقى شنو عشان الناس تكون موجودة. ابتبعي تاكن هلوسي انت عقمتات لنا انت في برنخين زبيل حينت حتوي مثلا هنا اسماعيل. انا في تقديري هذا الكلام مهم، اولا فيما يتعلق بالعمل القوى المعارضة. انتم عارفين القوى المعارضة بشكلها العام كل المعسكر بتاع المعارضة قاعد يعمل في ظرف استثنائي، كله بدون فرز، يعني في ظرف استثنائي، بالذات القوى اللي قاعدة تحمل مشاريع سياسية وتطرح رؤية سياسية في الشارع وكده. يعني حالة الحصار وحالة الخناق الواقع عليها انتم كلكم عارفين، وفي جزء منه ربما يكون عضو في التنظيمات دي أو في التجمعات دي يعني، وبالتالي يكون عارف بالضبط في ما هي الظروف المحيطة بهذه القوى السياسية. ده واحد من العوامل اللي بيحتاج من قوى المعارضة أن تضع له 1000 حساب وتحاول تلتف حوله، لأنه يعني في المناضل دائما يعني
ما في حاجه تغلبه، يعني مش ما في حاجه تغلبه، ما يستسلم لاي صعب من الصعوبات، لاي مشكله او لاي اشكاليه او حاجات صعبه، ما يستسلم لها، يحاول بقدر المستطاع يخلق يعني اختراق لها وبدائل. لكن في مشكله كبيره برضو انا في تصوري كادريس قاعد اشوفها موجوده في الشارع الذي المعارضه الصامته، الغالبيه الصامته. الناس دي بترى انه والله هذه القوى السياسيه او هذه المعارضه يعني ما قادره تعمل حاجه، او ان هي فاشله، او ان هي ما قادره تقدم شيء، وبالتالي آه الكاي يوم قدفهم يوم الكاي محمد زي تقوى يوم زي ربحي باللمن وكده. المفاهيم دي بتمشي، وهذه المفاهيم هي مفاهيم محبطه. مش لانه انا اي كان اندرستاند يعني ليه الناس تنطلق من شنو، لانه المجتمع يتعود على الانتصار، يتعود على انه يكون في فعل على الارض، يتعود على حاجات كثيره. يعني هذه الاشياء ما موجوده. الحاله اللي كانت فيها الثوره الاريتريه قبل التحرير والمعينات اللي كانت موجوده، اذا كان دعم خارجي، اذا كان مناصره سياسيه، مناصره اعلاميه، تواجد يعني دبلوماسي، هذا الكلام غير موجود وغير متوفر. حتى المجلس الوطني او اي تنظيم سياسي اخر موجود في الساحه لما يتحرك في الخارج يتحرك يعني بشكل يعني ما بنفس الاريحيه وبنفس الروح اللي كانت موجوده من زمان. يعني لما كانت القوى السياسيه كانت موجوده على مستوى مرحله الكفاح المسلح. اريتريا كدوله استقلت ورفعت علمها في الساحه الامم المتحده واصبحت جزء من المجتمع الدولي. اي قوه، اي نظام او اي جهه عشان تساعدك بتنطلق من نقاط اساسيه. واحد، تنطلق من من مصلحتها بالدرجه الاولى. انت شنو بالنسبه لها، حتمثل شنو، حتقدم شنو. يعني رؤيتك مش الجانب النظري فيها، لرؤيتك دي انت حتعمل شنو، حتضحي، حتقدم شنو. هل في امكانيه انك انت تقدم شيء عشان تكون جزء من الشغل ده، عشان بكره بعد بكره يا تبقى انت البديل يا تبقى جزء من البديل. فدي واحده من الاشكاليه الثانيه. قوى المعارضه نفسها في صراعاتها البينيه ما قاعد تاخذ في الاعتبار يعني الواقع الموجود على الارض. اذا كان اريتريا التغيير الحاصل فيها، تغيير الامزجه، الجيل اللي نشا، نظره الجيل للتغيير ذاته، فهمه له شنو. يعني لو جينا اخذنا الشباب اللي في اوروبا قاعدين يعملوا مظاهرات بريغيد محمد وغيره مثلا، نظرتهم هل هي نظره يعني منطلقه من شنو؟ منطلقه بشكل اساسي من معاناه شخصيه، معاناه هؤلاء الشباب لما طلعوا من اريتريا، الشيء اللي شافوه والمعاناه شافوها. يمكن هم اكثر الناس الذين تضرروا، لانه كانوا موجودين جوا البلد وخدموا، ومن الخدمه للخدمه، من الحجر لشجر الى اخره، اثناء الحروب سجردوب ما بعرف شنو، بعد ذاك الصحراء، بعدين الرشايده، بعدين تجار البشر في ليبيا، ثم البحر. الاشياء دي كلها معاناه ولدت عندهم نوع من الاشياء الداخليه، الحقد الداخلي. النظره السياسيه البعيده اللي قاعدين نتكلم بها نحن لموضوع الحاله الاريتريه والبعد السياسي للصراع الموجود في المنطقه، وان اريتريا ذاتها ككيان شنو الاستهداف الحاصل، وشنو يعني النظام بنتيجه لحماقاته ولاخطائه وللجرائم اللي ارتكبها قاعد يعرض البلد لشنو. الحته دي قد لا تكون كثير يعني عندها البعد انا اتكلم عن الكثير، مش الناس اللي بيشتغلوا كفيجرز بارزين، لكن اتكلم عن الجمهور العام. يعني دي واحده من الاشكاليات. الاثنين. نمره ثلاثه، القوى السياسيه نفسها وعضويتها. هل العضويه بتاعت القوى السياسيه اذا كان تنظيم الف او باء او تجمع الف او باء، هذه القوى هل هي فاعله؟ يعني مش في التماسك، في العطاء. يعني تنظيم يكون في تنظيم او يكون في تجمع سياسي محدد، هل في عطاء في الحزب شنو؟ يعني انت الليله تنظيمات بعينها 1 2 3 4، يعني في كم و30 كم 40 تنظيم موجود. هل في وجود اعلامي؟ هل يعني وجود حتى في الوسائط، هل في وجود اعلامي في من خلال النشرات والكتابات؟ هل في تاثير جماهيري، قراءه، استهداف؟ يعني مثلا الاحداث اللي حصلت في السودان تاثير علينا شنو؟ هل القوى السياسيه يعني مستوعبه للازمه دي وكيف قدرت تعالج؟ كيف تقدر تحاول تلتف حولها؟ التحالفات تنسج وفق المصالح. هل هذا الكلام موجود؟ انا اعتقد يعني في مشكله قاعدين نعانيها، لكن هذه المشكله سببها المباشر الظرف الزمن، الظرف الحالي اللي قاعد تعيشه، او الكمون السياسي الحاصل هو السبب المباشر في هذه المساله.
ده طبعا ما تبرير، عشان حتى حتى الاخوه ما يفهموا ان انا قاعد ابرر باعتباري انا جزء الان موجود على الاقل جزء مع شريك في شغل مع اخرين مثلا. لا، ما مش من هذا الفهم، ولكن كمعاناه. حتى اذا كنت انا او تنظيمي او التجمع اللي انا جزء من قيادته او غيره، كلنا عندنا ازمه، وهذه الازمه تتمثل في الاشياء اللي ذكرتها. في مشكله ثانيه برضو اخرى، هي مساله التوافق حول القضايا الرئيسيه. قبل في واحد اظن محمد عمر واخرين برضو قالوا ليش ما الناس تشتغل مع بعض وتعمل مع بعض وكذا. هذا داير افق بتاع استيعاب لمرحله، من مرحله لمرحله. العمل السياسي ينتقل من مرحله لمرحله، كل مرحله عندها ناسها وعندها رجالاتها وعندها مفاهيمها وادواتها. هذه الادوات هي الحته اللي انت ذكرت، واهم اداه في ادوات التغيير هي استيعاب المرحله وكيف نستخدم الاداه الصحيحه فيها، نستخدم الوسيله فيها. في مرحله بتحتاج الى سلاح، مرحله تحتاج الى اعلام، مرحله تحتاج الى دبلوماسيه، مرحله تحتاج الى تكتل توحد. اعتقد نحن الان في المرحله دي، مرحله التكتل. ان نخلق تكتل عريض ضخم. هذا التكتل يوجد يعني الناس تخاطب الاخرين بلسان واحد، حتى النظام تخاطبه بلسان واحد. يعني انا قبل ذكرت كلام مهم لو انتبهت له، لما قلنا في موضوع المرحله الحكومه المؤقته، النظام اذا سقط حتكون في اداره موجوده في الدوله. الناس اللي حسب موجودين في الدوله مش المجرمين والقتله والحراميه لكن الدوله فيها ادارات وفيها مؤسسات. هذه المؤسسات حتكون موجوده، هي دي اللي حتدير مثلا الدوله ودولاب العمل اليوم. كويس. في من لا يتفق معك حتى في هذه الرؤيه من القوى السياسيه، من يرى ان هذا كلام فارغ. كويس. في مساله النظره بتاعت الشعبيه والجبهه وما بعرف شو الحاجات دي كلها. يعني اعتقد نحن بنحتاج الى استيعاب حقيقي للازمه اللي نحن قاعدين نعيشها في المرحله الحاليه. في برنامج سياسي، برنامج بتاع حد ادنى المفروض نتوافق حوله. هذا البرنامج يعني بعد ما نتوافق عليه كلنا نصب جهدنا في ان هذا البرنامج ينجح. خارطه الطريق تتكون من كذا مرحله، المرحله اداره المرحله الانتقاليه، اداره الحاجات دي كلها تتخطى والناس تعد وتبدا تشتغل فيها. عشان لما يعني حس اسقاط، هل نحن في الوقت الراهن حنستخدم اداه جماهيريه زي الحاله بتاعت السودان مثلا، يكون في يعني مظاهرات زي ما قاعدين نعملها في الغرب هنا، حتكون في داخل اريتريا الشعب ينتفض ويقوم ويغير النظام؟ هل هذه ممكنه؟ وهل هذه الاداه موجوده وفعاله في اريتريا في واقع المجتمع في حاله التنحر الموجوده؟ مساله الصراعات القبليه المناطقيه والدينيه والحاجات اللي يعني تحصل وسبب النظام هو الذي يشعلها. كيف نقدر نحن في هذه المرحله ان نقيم عمل زي ده مثلا؟ هل هذا ممكن؟ ما طيب. نمرة اثنين، هل في امكانيه انه يكون عندنا جيش؟ ووين هي الارضيه والخلفيه اللي بينطلق منها هذا الجيش عشان يقاوم النظام؟ هل في عمل دبلوماسي فعال، قوة سياسية يعني قوة دولية إقليمية، دول جوار، دول إقليمية، دول الخارج، دول الإقليم، دول متنفذة عندها تأثير على الحالة الإريترية وتقدر تغير؟ أنتوا شفتوا الآن أنتوا شفتوا الحالة الماشية. النظام بدل ما كان الأمريكان ساعين في تغييره، أو مثلا كانوا ساعين في أن يعزلوه نتيجة للشيء المناورات اللي عملها مع الروس وغيره. يعني الان قاعدين يحاولوا يستعطفوه ويحاولوا يجيبوه نتيجه لحاله الصراع الموجوده في المنطقه بتاعت باب المندب. ودي كلها اشياء. هل نحن كيف نقدر الصراع في السودان نفسه الكام الموجود واللي قاعد ياخذ اشكال مختلفه، الدعم سريع وجيش وما بعرف شنو وجبهه اسلاميه ولا جبهه ايش والحاجات دي. نحن جزء لانه السودان جزء يعني يتاثر به بشكل كبير كتنظيمات وكقوة سياسية وكلاجئين موجودين بأعداد ضخمة في السودان. كيف هل قدرنا نعمل؟ هل عندنا له حتى لو ما عملنا قبل؟ هل عندنا قراءة للشيء قاعد يمشي في السودان؟ هل السودان ماشي عشان يبقى دولة واحدة ولا ماشي عشان يتفرتك؟ وهل الفرتك في مصلحتنا؟ وإذا ما ماشي يتفرتك حيكون ضعيف، وإذا ضعف نحن حنكون كيف؟ الحاجات دي كلها بتحتاج هل نحن قرينا؟ هذه الأشياء اللي المفروض أن احنا نناقشها حتى يعني نصل فيها إلى نتيجة. إذن من خلال السؤال بتاعت الأخ إسماعيل أنا قدرت أصل إلى هذه الاستنتاجات، أو أوصل معكم لهذه الاستنتاجات عشان يعني نثريها أكثر ونضيف وننقص فيها عشان نقدر نصل
الى مشتركات حول القضايا اللي المفروض يعني تبقى في اقوى المعارضه تمشي فيها للامام. اهم شيء فيها هو مساله توحيد صفوفها وخلق اليه تجمع واحد لها تقدر تشتغل وتقدم. نجي للموضوع الاخر فيما يتعلق بمساله العداله الانتقاليه. في كثير من الناس تكلموا حول الموضوع ده. العداله الانتقاليه يا جماعه ما معناها انتقال. العداله الانتقاليه هو يعني كون انه يجي مثلا حسا انت شفت العداله الانتقاليه في جنوب افريقيا بقت كيف؟ يجي الشخص يقول والله انا عملت كده وسويت كده وبتاع وعملت، يعترف ويطلب العفو بعد ذاك. اذا في حق شخصي القضاء يشوف دور، اذا حق عام المجتمعين او ناس المؤتمر المصالحه الوطنيه ده هو عنده الحق انه يعفي ويخلق يعني حاله من العفو لموضوع المصالحه العامه. القضايا اللي ذكرها عبد الله محمود فيما يتعلق بمشاكلنا الداخليه من زمن الانجليز لغيره هذه قضايا موجوده في صراعات خفيه نحن ما المفروض نسكت منها. ما المفروض يعني نديها يعني بعد بتاعت انه والله يا ده حاجات بسيطه وكذا ونحن نحن نحن نحمل مشروع وطني ورؤيتنا رؤيه وطنيه وعندنا راي افق وطني. واريتريا بالنسبه لنا هي اريتريا لكل الاريتريين مسلمين مسيحيين شمال وجنوب مرتفعات ولكن الازمه الاكبر هي قاعد تقابلنا في اشياء تدقيله زي البرق زي ما يقولوا. يعني في حاجه مدفونه نحن يعني ما قادرين نقول فيها حاجه. يعني مثلا الصراعات، هل نحن قاعدين ننظر لقضايا اساسيه موجوده في ازمه الصراع الاريتري الداخليه؟ هل نحن قبلانين ببعض؟ هل نحن قاعدين نتعامل مع بعض على انه نحن فعلا شعب واحد؟ وبالتالي انا ما بتكلم نحن كقيادات وكوادر بتاع تنظيمات، انا بتكلم الرؤيه العامه في الشارع. يعني هل نحن قاعدين ننظر للازمه بروح وكيف معالجه هذه المشكله؟ صحيح من الطبيعي جدا ان تكون في اراء مختلفه حول هذا الراي او ذاك، ولكن هل في دور للقوى السياسيه والمجتمعيه والنشطاء والنخب ان تلعب دور في ان تقليل الفجوه ما بين هذه القوى السياسيه بين هذا المجتمع وتخلق مجتمع؟ يعني اكبر مشكله انت حاسه في الغرفه دي موجودين، وفي جزء كبير منكم مناضلين في الساحه الاريتريه من زمن الثوره. ابسط شيء حسنا نحن قاعدين نترجم عربي تقريبا في الوقت اللي فيه في برنامجنا السياسي من جبهه التحرير حتى الشعبيه. يعني الشعبيه ما عملت بدا موضوع تفكير حتى الشعب يعني يقول لك اللغتين الرسميتين كده. المفروض في الفتره بتاعت من فتره الكفاح المسلح لحد ما دخلت حررت المفروض اي مناضل واي انسان موجود يكونوا حتى الجيل النشأ المفروض يدرس باللغتين عشان ما يكون في عندنا اشكاليه بتاعت الترجمه دي. كل واحد يتكلم باللغه اللي عايزه والكل يفهمه والكل يتعامل معه. الازمه دي أزمة هي في حد ذاتها. ما ممكن يكون في شعب وفي كل جلسة يجي يعني شعب ونقول نحن شعب واحد ومجتمع واحد ودايرين نشتغل مع بعض وكلنا دايرين نفكر يعني يعني أنا أتكلم بالعربي الثاني يقول ترجمة، اللي ذاك يتكلم بالتجري يقول الله يترجم يا جماعة. هذا الكلام بحد ذاته واحدة من إشكالات الفهم. إشكالاتنا لازم نناقشها بوضوح وكيف نقدر نتخلص منها. يعني كويس، يعني كيف نقدر نتخلص من أزمة زي دي واحدة من الإشكالات. الإحلال والإبداع اللي قاعد يحصل في البلد نظرتنا فيه وشنو؟ هل كل القوى السياسية متوافقة حال إنه اللي قاعد يحصل ده صح ولا غلط؟ كويس، يعني قضايا كويس اللاجئين اللي من 67 مرميين في المعسكرات يعني نظرتنا لهم في حولهم خلاف كثير حتى كل ده قضايا خلافية. هذه القوى السياسية يجب أن تفهم وتناقش هذه القضايا بنوع من الشفافية وتضع النقاط فوق الحروف عشان تتوافق وتصل مش تجامل بعض. ده أنا فاهمي للموضوع، ما أعرف أنا كثرت الكلام لكن ده أنا تايز بحسيره بصح نيروي زاربو زنبا بصوت بصح سبوق نتات تقيسهم نيرم حديك أبوهم عبد الله محمود بزعبانا تفلل لنا السجاجر من جستن إذا من جست زبل سوا معي حق ينسيو كم تعني زبلكو مسؤول بزح زبلو بزح اللو ترسو زتقصو عن السوا معلوية ولا إسماعيل وداويد الرجئي وكلهم تم ولا محمد ناصر زي تزارب أمه أنا مسؤول سما معي مبزحته حجي انتاي زبل تحنتي حتوني ركاب إسماعيل زي نقلتي أنا ساعة بالنيرة أمو أنت دحر كم أخينوخ أنت ولا أنت تاع مسجاجر من قصتك بس إحنا خينا
تراك هلونا انت خينو انتاي نحنا اب دجا لنا كم تاع عبد الله محمود زبلو نحنا إنا حميقنا زلنا أبدي أبعد موداتا العلوائي كله نحنا أخي أبتي وين انتاي كلوانا لو انتاي نقبر نخيجنا كم تبقى محايدي السخاء كم أبالنا إيتا أبتنا نزلها انتاي يريدو انتاي لك ريدو زبل حتى ينير حجاني انتاي بالنريح هذا لك بديت بنزلها نحنا كم تبقى محايلي بزح ضخمتات على تي ضخمتات هذه منقليو بتكونتات ناي دم تقاومي تكونتات أمنتاي مدرخ إنا زلنا بكما إنا أمنتاي إنا نبر زلنا كمتي أنا جيز الثورة زي كونس وجيز الثورة أتليس ناي زينا مع كانت نيران دقفل ناي حقستي نيرو بزينا ديو بدبلوماسي ديو بجنزب ديو بأسوار بكل نيرو ግን እዚ መድረክ እዚ ኣብ 1991 ተሰጊሩ ኤርትራ ከም ሃገር ሓንቲ ሉላውነት ሃገር እያ ትፍለጥ ኣብ ዝኾነ ሰብ እንትድሕር ክሕግዘካ ኮይኑ ከም ተቃወሙ እንታይ ረብሓናቱ እንታይ ኢኻ ተበርክቶ ትኽእል እንታይ ዓይነት ክእለት ኣለካ እንታይ ፕሮግራም ሒዝካ ከዓ ፅባሕ ከማኻ እንታይ ክርከብ ኣለዎ ትድሕር ጊፍ ኣንድ ቴክ እያ እንታይ ኣሎ ነዚኻ እትበፅሕ ዚኻ ይበፅሕ እዚ ኩሉ ይኣቱ ነገር ምስ ዝከይድ ኮነታት ናይ ዓለም ዝገላበጥ ዘሎ እዩ ኣብቲ ሪጅን እንታይ ይኸይድ ዘሎ ኣብ ከባቢና እንታይ ዝኸይድ ዘሎ ጎረቤትና እንታይ ኣሎ ሞር ዛን ዛት ካሊእ እንታይ ኣሎ መስለኩም ናይ ህዝብና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ብናተይ ኣረኣእያ እቲ ማጆሪቲ ናይቲ ህዝቢ በስቲ ስርዓት የለን ሕጂ ሳይለንት ማጆሪቲ ዝብሎም ደል እንታይ እዮም ዝብሉ ወላ እዘን ዘይጠቕሞ ጉድሌታት እየን ሓንቲ ኣይረብሓን እየን ሓንቲ ኣየፍረያን 30 ዓመት ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣይገበራን ስቕልካ እየን ኣብዚ ኩለል ይብላ ሓንቲ ይብላን ክልል እየን ገለ ብዙሕ ነገር ይብላ ግን እዚ ኩሉ ካብ ምንታይ መንቀሊኡ ካብቲ ኮነታት እቲ ስርዓት ዘፈጠሮ ኮነታት ፕሮፓጋንዳ ናቱ ነይራ ምስኡ ከዓ ምስቲ ኮነታት ኣብቲ ሪጅን ዘሎ ነቲ ሓይሊ ተዳኺሙ ስለ ዘሎ እዩ ካሊእ ኣባላት ናይተን ውድባት በዓል ሕጂ ገሌኩም ኣባላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እተን ውድባት ማዕረ ክንደይ እዩ ተኣበርክቶ ናትና ንሕና ከም ኣባላት ነቲ ውድብ ናትና ድዩ ወላ ናይቲ ፅላል ናትና ድዩ ክንሕይሎ ክነግህ እንታይ ማዕረ ክንደይ ኢና ጌርና ማዕረ ክንደይ ኢና ንብርክት እንታይ ንብርክቱና እንታይ ኢና ንሄድ እንታይ ንገብር ክንደይ ኢና ንውፊ ወላ ባርታይም ይኹን ኣለና ድዩ እዚ ከማን ኣብ ግምት ከኣቱ ክኽእል ኣይ ቲንክ እዚ ኩሉ እንታይ ርኢና እታ ደንቢ ተቃውሞ ፍዕለን ድኽመታት ኣለዎ ግን እቲ ድኽመታት ገሊኡ ብዓይኒ ሓቂ እንተርኢናዮ እዚ ናይ ወድዓዊ ኩነታት ዝገበሩ እዩ ካሊእ ንሕና ብዙሕ ነገር ኣሎ ዘይተዛረብናሉ ዘየበልናዮ ፎር ኤግዛምፕል ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኣሮምኛ ዘለና ሓደ ብዓረቢ ይዛረብ ካሊእ ተርጉም ይብል ክትርገም ኣለዎ ትግርኛ ይዛረብ ዓረቢ ናብ ዓረብ ክትርገም ኣለዎ ከምኡ ተበልና ንኸይድ ኣለና ግን 30 ዓመት ናይ ገድሊ ድሕሪኡ 30 ዓመት ናይ ድሕሪ ናፅነት እዚ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ከብፅሓና ኣይከኣለን እዚ ክሳብ መዓስ ኢና ከምዚ ክንከይድ እዚ ወለዶ ድሕሪ ናፅነት ዘተወልደ ድዩ ወላ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ዘተወልደ ድዩ ኣብ ሓንቲ ርእቶ በፂሕና እንተንኸውን እዘን ዓረብን ትግርኛ ከም ዕላዊ ቋንቋታት ኢና ንብለን ዘለና ድሕሪ ንጥቀመለን ኮና ኣብያ ትምህርትና ኣብ ገለ ስምሮና ሕጂ ሎሚ ምትርጋም ኣይሃለወን ወይስ እንተሪኢኹም እዚ ዓብ ነገር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ተጋደልቲ መጻሕፍቲ ይፅሕፉ ብዓረብ ብትግርኛ ገሊኦም ብዓረብ ገሊኦም ብትግርኛ እዚ ብትግርኛ ዝፅሓፍ እቶም ዓረብ ዘንብቡ ኣይፈልጥዎን እንታይ ፅሒፉ ኣይፈልጥዎን እቲ ብትግርኛ ብዓረብ ዝፅሓፍ እቶም ካልኦት እዚ ባዕሉ ዓብይ ሽግር እዩ ከመይ ጌርና ካብኡ ክንለቅቅ ክንፍትን
نخيل لنا يزبل مثلا إذا أبى على حد كالي ناي أبعد زكاية زلمة ناي مريت حتو ناي سدتنياتات حتو ناي قوام حتو ناي إذا كله إذا ناي تدقيل زلو أما نقول حزب إرترا زكاية زلو الحكي تاديو أنا بصراحة بش تاشمو أيد حزولة ينبر بزح يقول لنا هيمانو ديو ناي أو رجال ديو ناي قبيلة ديو ناي كلا إذا كله زكاية زلو تدقيل إيش السرعة كونه إلو توم سليانا تسرع جبلوا نقر سلو ذهوني بكما إنه كما إنا أنتي ترى لنا نحن كم مهورات كم إليت نايت حزبي أنتي قد فتن قدامات بعد كل حزبي كم أنتي كما يقول يمكن يكون خير إذا بعلو حجاجي أمودات كل حيليتات على حد كبار أصحاب حد يتوقع طبعا زبل ابنة لني يو شكرا ثانك يو يا شكرا أستاذ إدريس، شكرا لك. أستاذ هايلي تفضل. مرحبا. أنا بحكي خزارة من دحرقين حجي سمعون دلهم. سمع لها. نعم تصل. ايه أنا بحكي أنا خزارة بده حسبكو زحونا إدريس تزاربو خبون لعل خزارة بيخونكون بلكعي تمفتح ثم خامس سنة يا دلا مسانا 3 عامات حزنا تمفتح كن كيت راي نخيد لنا سلمتاي يا تمفتح كن كفتازي خالنا نهاجرنا وين ما خان زي 5 ضربات صنع إدريس خنستك بروزي خالنا I don't know عجي مفتاح حنتي دري يعني سويلك أنا ودبي احنا يا أخي ودبنا خنبل ندحر خوينا بتي برلمان زقبرنا له جزية مسبس احنا بتعدي مسبس احنا خنقبر نخيلنا حجيخه حزبنا يتفع له قلوتنا يتفع له انتاي نقبر لك كم دي إدريس وانت زاربوي وبزيا أنا بزح كزاربا يدلني لكن بس تأحنت نحن خنقبرا لنا بحق خينا 3 عامات تتاليلنا نحددنا تاليلنا نهزبنا خن حبرينا خن بحسب كنا خن صرحينا ندابلنا نزيا نقرزيا تا مفتحنا هنا بحقي تا مفتح دبلات اللي خو دقاقيمة نحنا حدا خنكونا لنا حدا خوينا نقول خن عوات اللي نخيل لو ما خم تقدم حجز تحجز نبرا تحجز تحجزنا نبرا هاجرات كمان يلون نسمونا باستفل علي خناتات اتيوم علو حجي نحنا بعلنا خن تحجز ندحر خوينا حدا يتكن حزر لنا إزي تزقرم زلو كل جزء عمت ولا قبا غيرنا ولا غيرنا كم زخن قبرنا نبل نسمد غش لنا ونبسنا نغش لنا إزي حدا يزخل أي نقر بجاخم أنا خبلات دلي قدماي نقر كبرات حواتي حدا خوينا خن كيدا لنا حدا خوينا ندحر زي خدنا خن عواتي نخلنا دقنا خمان مزيوم بشجراتنا نريم دلنا أبحما كنا تاتنريم لنا سوسش زحمامو سبات كندي لو بزي مقدخت كيد كلخا خطريوم كلخا كني نحنا خنقبر اللهم دلنا نحنا خنحقزم دلنا نحنا أجخم إلنا بحكمنا نبقى الملن كنا بصحم دلنا خمان حانتا قبر اللهم أيكالنا سلازي تي نقبر دلنا شقر تي نقبر دلنا حمق سلا حدا زي خونا هنا حدا خوينا حدا كومينيتي وصينا نزيوم قلعتنا خمان بحكموا له بوتا خنطح ما يخالنا فقدوا ترين ستيشن تبلاشيوم خاطريوم تبكي وتخيد قال نكر حنتي بلنان إذا حدا خبتي نحن سنفنا زقبرنا يوس أن حدا ندقيرنا بحنسا مسرح يزبلو سلامتكم قريت أكبر لي اندحري تقاقي خوينا قلنا زيتي فاكتي زلو تمفتح مسانا خلنا بعلنا إنه نهزبنا نصوت لنا سلام ليتي ستشاو شكرا أستاذ هايلي. أستاذ قرمة تفضل. اوكي. طبعا الاستاذ هايلي هو يقول طبعا ما لم نعمل مع بعض. انا اتفهم مساله
نكون واحد لا يعني به أن نكون تنظيم واحد بل إنما أنه يعني يجب يكون التآزر والتكاتف فيما بيناتنا. فبالتالي هو طبعا نحن أيضا مفتاح هذه المسائل هي بين أيدينا، ولكن لم نستخدم هذا المفتاح لفتح الباب، وهذا يرجع إلينا نحن. ونتيجة لتفرغنا وتشتتنا، يعني حتى شبابنا اليوم قاعد نراهم في الأماكن، يعني في محطات القطار، يعني في الوقت اللي هم يحتاجوا إلى إيصالهم إلى طبيب أو أخذهم لأماكن يتعالجوا فيها، يعني نجدهم لا من يعينهم ولا من يساعدهم. فبالتالي هذا كله يرجع عدم استخدام المشكلة اللي وقعنا فيها، وحل هذه المشكلة هو بين أيدينا. ولكن احنا استمرأنا أن نتحدث عن الوحدة وعن العمل الجماعي، ولكن هذا الكلام لا يعدو إلا هو يعني أن نكون نقش أنفسنا ونقش جماهيرنا، لا يتجاوز هذا القش الأشياء التي نعملها، فنخرج من هذه الدائرة ونعمل مع بعض إذا أردنا أن نعين نفسنا وشبابنا، وأيضا أن ننتصر في الأشياء التي من أجلها، ولكن بهذه الطريقة التي نراها هذه لا توصلنا إلى ما يريده شعبنا وما نريده نحن وما يريده شبابنا. هذا هو بالاختصار. فأعتقد بهذا قد نكون نختم اليوم إن شاء الله. انتهينا، لأنه في بعض الأماكن أيضا يمكن لبعض الأخوة أو يمكن هو فترة سحور، وللبعض هو فترة إفطار، لأنه قاعد أشوف ناس من أستراليا. فبالتالي أولا طبعا نشكرك أستاذ إدريس همت، وفيت وكفيت، وكان موضوع مهم جدا، وأرجو أن نلقاك في مواضيع أخرى. وبهذا بعد السماع من بعد يعني من الأخ أبو صالح تختم لنا الأمسية، أو إذا كان عندك كلمة أخيرة أستاذ إدريس، وبالتالي ممكن أن نستمر في مسألة الدردشة. والدردشة طبعا هي مهمة جدا، حتى مسألة اللي طرحها أستاذ إدريس. أنا دائما أقول أنه لازم نحن أن نتمرن وأن ندرس أنه 30 سنة أنه تعلم مش يعني لغة واحدة، يعني أن يتقنها أو المتحدث، وبالتالي يزيل صعوبة الاتصال. ممكن أن يتحدث أكثر من لغة، ولكن أعتقد عدم اهتمامنا وعدم القيام بتمرين في هذه المسألة أنه لا زلنا أنه نتحدث زي ما قال الأستاذ إدريس، انه في بناء اي دوله او بناء اي امه لازم في لغه تواصل ما بين مكونات هذه الامه. اذا لم يتواصلوا، اذا يتواصلوا عن طريق المترجم وعن طريق الترجمه، اعتقد هذه هي مشكله كبرى. لا يمكن يعني يعني شعب لا يتفاهم او مكونات لا يتفاهموا مع بعضهم البعض، ما يوصلوا اراء بعضهم البعض، لا يمكن أن يبنوا أمة. وإذا لم تكن هنالك أمة، من الصعب أن تكون هنالك دولة. فهذه يعني مسألة مهمة جدا، وعملية الدردشة حتساعدنا في هذه المسألة. ما حتكون فيها ترجمة، كل واحد حيتكلم باللغة التي يريد أن يعبر بها، والآخر يحاول أن يفهمه، وعلى الأقل يطلع بمفردة أو مفردتين عن تقال ويكلتقال تماهيرك وتسك خلاله. فبالتالي بكرة غدا أن الواحد يتحدث باللغة التي يمكن يقدر أن يوصل فيها رأيه بكل أريحية، والآخر أيضا يسمعه بكل أريحية. في البداية يكون السماع
تالي وبعدها يأتي التحدث، وبعدها يأتي الكتابة. يعني أبجديات اللغة، كيف يتعلم الواحد اللغة؟ أولا يسمع، يفهم بعض المفردات، يستخدم هذه المفردات، ثم غدا يرد، بعد غدا أيضا يكتب. فالكلام اللي قاله أستاذ إدريس في النهاية كان كلام يعني مهم جدا. مهم جدا. وبالتالي تفضل أستاذ إدريس. أولا أعطي المجال للأخ أبو ناصر أن يتحدث. قبل الكلمة للأستاذ عقباي فسها زميلنا الإداري. أستاذ عقباي نبغى عدل يعني ترى شغال. نتبع لهم دهان يغني لنا اوكي طيب استاذ ابو ناصر، نعطيك الكلمه ايضا. شكرا استاذ إدريس همت على الندوه المهمه والموضوع القيم، وان شاء الله نتمنى تلتقيك في ندوات قادمات ان شاء الله في مواضيع اخرى ان شاء الله تعالى. استاذ إدريس همت تفضل، كلمه لك. استاذ إدريس همت يمكن بعيد من الميكروفون ولا عنده فتح المايك هو بس ما مسموع. تفضل. الشكر لإدارة الغرفة والشكر للأخوة الحضور في الندوة. والحقيقة يعني أنا استفدت كثير، يعني الناس طريقة النقاش، والحقيقة يعني صحيح أنا كنت في الباص، لكن يعني الندوة كانت قيمة. أنا في تصوري في أن الناس أسرت النقاش. نحن طبعا عندنا كثير من الإشكالات تحتاج النقاش زي ما قال الأخ، الدردشة تفيد يعني، وإن شاء الله من خلال الدردشة برضو الناس تتناقش وتصل. وأشكركم جزيل الشكر كل الأخوة المتداخلين وإدارة الغرفة، والسلام عليكم. شكرا يا سمت، شكرا للجميع، ونوقف البث إن شاء الله هنا. نوقف اللايف أستاذ أبو ناصر.